ضيفنا رجل جاب الكرة الأرضية كلها من أقصى الشرق للغرب للشمال للجنوب. صعد جبال، عبر محيطات، دخل غابات، ويقال والعهدة على الراوي أنه الرجل الوحيد على وجه الأرض الذي عاش في 22 غابة استوائية في أكثر من 75 دولة. حاصل على درع الإغاثة الإنسانية في فيينا الشهر الماضي. ضيفنا وضيفكم مهندس أحمد الشهاوي الشهير بابن بطوطة المصري، ضيف عزيز على محطة مصر. أهلا وسهلا بيك ومنور مصر. اهلا بيك يا استاذ معتز. احنا ما بنصدق تنزل لنا زيارات. لا انا سعيد جدا باللقاء ومتشكرين جدا. ايه حكايه نبدا من الاخر درع الاغاثه الانسانيه اللي خدته في فيينا؟ والله انا ليا شويه مشاريع انسانيه. ايوه. انا دايما بربط الرحله بتاعتي بجانب انساني. ده بوجه عام. انا بعتبر ان ما دام سمح لي اني ازور بلد واشوف مجاهلها واتعرف عليها، ان واجب علي ادفع الثمن. والثمن في كل مكان بدور على بعض الاماكن الناس اللي فيها الفقراء وبحاول اساعدهم. الاول كانت في صفه حاجات مؤقته بسيطه زي ما حصل في جزيره كوميجين في الفلبين. وصلت هناك يوم اعياد الميلاد في ميعاد زي الميعاد ده، كان قبل يوم 24، وهم كلهم اخوه مسيحيين. وكان من الفقر لدرجه ان ما فيش شويه رز ياكلوهم في هذا اليوم، في اليوم ده. يوم 24 ويوم اعياد واحتفالات. فالموضوع هزني جدا وقررت اني اعمل لكل بيت هديه من افرحهم بمعنى ادق. قلت لهم الكلام ده هيتاكل بعدين، بس اعياد الميلاد هنحتفلوها معاهم، واحتفلتها معاهم. وكل الناس الفقراء طلعوا في الشارع وطبخنا مع بعض وقعدوا يغنوا للسيد المسيح ويغنوا لكل الحاجات الجميله، المعاني الجميله، وانا في وسطهم الوحيد المسلم بحبهم وكانوا بيحبوني. بدأت في مثل هذه البتاعات، وبعدين بدأت أوزع عليهم شوية بعض الهدايا وبعض الأشياء اللي يحتاجوها، أكل وشرب. بعد كده الموضوع تطور ودخل بعد كده زي في كالكوتا في الهند، اللي هي مشروع في كالكوتا في الهند بدأته. وبعد كده طبعا اللي هي أنا مشروع ده أنا وأنا في جمهورية أفريقيا الوسطى. يعني العجينة دي فعلا يعني ولا لها أي طعم ولا أي حاجة. يعني شايف الأطفال مجرد كل هدفه أن يحصل على شوية من هذه العجينة يسدوا بيهم بطنه عشان ما يموتش. دول 400 طفل في منطقة في جنوب أفريقيا الوسطى اسمها منطقة تسكاد. أنا بسميهم دول أولادي. يعني حتى أنا بعمل الموضوع ده مع سيدة من هناك، سيدة هتظهر في الصورة بعد كده، سمراء وتخينة جدا بس قلبها في حب يتسع للدنيا كلها. أيوة. وقررنا ان نعمل المشروع ده، نحاول نوفر للأطفال دي أكل. الأول كانت في يوم، بعد كده بقت الموضوع دخل دلوقتي عدى سنتين. ودلوقتي اكتشفنا بعد فترة الست فجأة قالت لي خد بالك احنا بنغلط غلطة شنيعة. ايه يا ست؟ قالت لي احنا بنعمل 400 واحد مرتبطين بيك. لو انت مت او لو حصل حاجه البتاع العيال ده هيموتوا. طب يعني ايه؟ قالت النظريه المعروفه لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد. وبدانا نعلم الاولاد دي دلوقتي ازاي يزرعوا. بدا الاول كنا بنوزع اكل، دلوقتي بنوزع حبوب الذره، وبداوا يزرعوا. ومن حوالي عده شهور بداوا يحصدوا اول كام كوز ذره القليلين. والاطفال بتوع القرى اللي جنبيهم بيروحوا لهم دلوقتي يقولوا ممكن تدينا شويه حب. يعني عمل إنساني محدود صغير بعمله. والموضوع ده أنا فضلت سنين حافظ الحاجات دي في سرية وكتمان من الجانب الديني، لدرجة بعض الإخوة قالوا لي بالعكس، ده أنت لازم تبين الحاجات دي ولازم تقول الحاجات دي، علشان ربما أنا لا يعني ما بختلف كثيرا مع أكثر المنظمات الإنسانية، لأن أكثر التبرعات اللي بتروح للمنظمين. أيوة. اللي بيوصل للآخر. أنا قررت هذا الموضوع أفعله لوحدي، وأنا بإمكانياتي المحدودة جدا عملت هذا البتاع، وكأني بطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يعني ربما في مقابل ذلك يعفو عني ويتقبل حسناتي. والأولاد دي بالمناسبة ولا نعرف هم مسلمين ولا مسيحيين، الفقر ملوش أي دين. المعلومات دي تسربت لبعض الجمعيات الأهلية اللي موجودة في فيينا، فرشحوني الموضوع ده. يعني أنا ما ينفعش أرشح نفسي، في جمعيات أهلية بترشح. أكيد. فبعض الإخوة رشحوني للتكريم
من نهايه الاغاثه في 2011، والناس كرموني قدام 1500 واحد كانت في الحفل اللي هناك. وده كان بالنسبه لي يعني حاجه جميله قوي. والجميل في الموضوع التكريم بتاع هيئه الاغاثه الانسانيه وافق تاريخ لطيف جدا، 11/11/2011. ده تاريخ نادر، تاريخ نادر جدا. التاريخ ده بيتكرر يمكن كل 100 سنه مره. يعني لازم المره اللي بعدها بعد 3011 عشان يتكرر التاريخ ده تاني. أيوة. وانا الموضوع ده اسعدني شخصيا، لان انا كرمت على اعمال هندسيه واخدت جوائز هندسيه، كرمت في مجال الرحلات والاكتشافات، لكن ان اكرم على عمل انساني او على نزعه انسانيه، برغم ان انا اعمالي الانسانيه محدوده وانا بستغل الفرصه دي وبأطلق جمله جميله سمعتها زمان وانا في الاعداديه من احد اصدقائي، يعني قال لي لا تبخل بالقليل فالعدم اقل منه. وانا بعتقد الحياه تتغير ليست بالمشاريع الكبيره، المشاريع الكبيره اغلبها بتفشل وعمليه تنظيميه، لكن بالمشاريع الصغيره يكفي اطعم فم جائع. يعني انا بعمل بهذا المثل وبنفذه في رحلاتي، وليا انا متكلم في الكتاب عن تجارب اخرى في كلكوتا، لو حبيت سيادتك بعد كده بتكلم. يعني انا بقرن حياتي بجانب انساني، انا ومش بعملها علشان يعني انا محتاج هذا الاحساس، انا محتاج اني احس ان الانسان اللي جوايا ما زال موجود، وعشان بعد كده اقدر اطالب بشويه مثاليات او انادي بشويه قيم، على الاقل اكون انا بعمل جزء منها بيني وبين نفسي ان شاء الله. يعني ونظره الفرحه اللي شفناها في الفيديو للولاد يعني بتسكر اكتر من اي حاجه في الدنيا. يا استاذ معتز لا تتخيل. انا من وجهه نظري يعني انا واعوذ بالله من قولة انا الاول، شغلت مناصب وشفت يعني نجاحات و هذا كله لا يساوي نظرة طفل جائع وهو بيمد ايده ياخد شوية الاكل اللي بياخدهم دول. طبعا انا كنت واخد لهم معايا هدايا وشوكولاتات. الناس دي الاطفال دي لم يذوقوا قطعة حلوى في حياتهم قبل هذا اليوم. الاطفال القرية دي كلها لا يوجد فيها كرة واحدة، كرة واحدة. فتخيل انا جايب لهم 50 كوره. سيادتك هتشوف دلوقتي مش عارف الصوت اذا كان هيمكن يظهر. سمعنا الصوت لو في صوت. لا في اللحظه اللي انا اول ما هفتح اكياس الشوكولاته العيال وهم بيهللوا والفرحه اللي جواهم. طب نسمع الصوت، نسمع الصوت. على مو فاريسيا على شانجيه na koli ala mpa balon Ok. Le bareko nego bijite na sango si e bumbi ge mati itati eso Tirlo Ahmed Betilo Afrique na ndoti kodrotier Centrafrique. Mais cause ne pas le penser na Bangalandeke. Quelqu'un qui a le regolambene ben kodronde. Ton solo gagé. Si le monde a été ni sara Noël na zokwe na molinge batine ke na bitisa ni na milotia molinge. Avec ce slogan yeso lo kasara nando solo sidani la lo gala yeso ake kandi na la so amui richala keso almanjona ba ita admet mo que tena lo pagana Brother Hartman, na iliti kodroti bangalandeke on the behalf of the village Bangalandeke, na iliti population ni kwen on the behalf of all the population, na iliti chef ti kodro, in the name of the chief of the village, na iliti notable ti lo kwen, in the name of all his assistants, e irimo
Njoli Gangona Popotier. We welcome you. Be among us. Et moi, merci sur mon dabeti mon aïe. Thank you very much for thinking about us Mon gars jusqu'à na Kodrotier. and to come to our country. Mon gars mon lango na Popotier. You come to our village and sleep with us Na tereti wa ton so ikilango da. around the fire like we used to do. Asa ngia na beti mingi. We are very happy. Inga merci sur tele muna mon papa mais iunda irinza parati tena asa njoni na mo. We don't know how to thank you, but we praise God to help you in all your projects. Tonga so. Et moi merci sur mon gars. Moi tu kan bien na mo ngeso. Fariso mon limiti commencer ni. Et moi merci mingi na mo. Thank you for all the gifts, and you can give it out now. Oh mon gars. So, et mon merci dit na zango koto na litimo. دي الحته اللي جايه خلصت. خسارة. طيب. دي في افريقيا الوسطى. دي في جمهورية أفريقيا الوسطى. هنا بدأ في اللقطات دي بدأ المشروع بتاع مساعدة الأطفال الجائعين في أفريقيا الوسطى. يعني مشروع متواضع أنا بقوم بيه، يعني وإن شاء الله ربنا يتقبل مننا جميعا. يعني البعض بيقول لك مبعوث رسائل بقى، ده الحكايه عليها متابعه شديده. محمود خير ربنا يا رب يكتر من امثالك ويطعمك من الجنه باذن الله. دادو بتطلب الترجمه. حاضر. يا ريت المقترحات دي نعملها في قرى الصعيد الفقيره اللي برجو ان حضرتك تزورها. ده محمد شمس. تقول له ايه؟ إن شاء الله إن شاء الله. ويعني أنا ساهمت في أكتر حاجات تانية، بس المشروع ده عشان حجمه كان كبير شوية، وحتى كان بالنسبة لي وبالنسبة لعائلتي إرهاق إلى حد ما، بس أنا قررت إن أواصله، وبيستمر لمدة حوالي 2.5 على ما الأطفال دول يقدروا يأكلوا نفسهم بنفسهم. الهدف إن الطفل ده يقدر يأكل نفسه. الناس الكبار أنا فشلت في إقناعهم، يعني النتائج ما وصلتش لنتيجة، لكن أنا الأطفال اللي ما لهمش أي ذنب بيهزوا مشاعري بالمقام الأول طبعا. إن شاء الله في أي مشروع خير أنا موجود إن شاء الله. شاهي عادل بتقول لا إله إلا الله، الولد ماسك الكرة وكأنه مالك الدنيا كلها، الله يبارك لك ويكرمك. أنا عايزها بعد كده في بقية الفيلم تشوف صياح الأطفال لأول مرة يشوفوا بونبون في حياتهم. اللقطة دي كانت هتيجي لسه بعد كده، بس إن شاء الله ما هنعرضها تاني. هتشوف، لازم تشوف هذه الفرحة. الأطفال لما جم يلعبوا كورة في اللحظة دي عايزين يعملوا فريقين، فيعملوا إيه؟ فقرروا إن فريق يبقى عريان من فوق وفريق بفن الله اي حاجه عشان باي حاجه عشان يقدروا يميزوا. طبعا ما فيش اصول للعبه، هي الكره تيجي هنا كله يجري وراهم. انا حسيت المشروع بدا بهذه الفكره، كانت فكره اسعد هذه الاطفال ولو يوم واحد. ده كانت الفكره، بدايه الفكره. وبعد كده تطورت. الست ماما جاكي اللي هي لابسه الجاكيت الازرق دي، هي دي اللي مشتركه معايا في الموضوع. بعد كده هي بتقول لي طيب وبعد اليوم، وبعد ما تمشي العيال يموتوا تاني يوم. الموضوع حز في نفسي، وبعد ما رجعت وصلت الاتصال وقلت لها نبدا مشروع. وتخيل سيادتك عشان طفل من دول ما يموتش، هيموت، ده بيموت من الجوع. الطفل ده لم يرى قطعه خبز في حياته. الشيء الوحيد اللي بتتاكل عندهم اللي بيسموه الفوفو، العجينه دي، والعجينه دي ولا لها طعم ولا لها اي حاجه صعب جدا جدا انك تتعامل معاها. ودي انا مرضت في هذه المنطقه، لان قررت ان ما اكلش العجينه دي، يعني ما بقتش قادر انزلها. فالناس عطفوا عليا، قالوا لي طيب نجيب لك حاجه معاها، بس انا ما حطيتش الصور دي عشان الناس المشاهدين، فجابوا لي طبق فيه دود ابيض وقالوا دي ممكن مع العجينه يبقى، فما قدرتش ده كمان. بس انه يحسن لك الحكايه. يحسن الحكايه شويه. وبعدها قلت لهم ما ينفعش، ما اقدرش اكل الدود الابيض. فقالوا خلاص نجيب لك طبق تاني، فجابوا دود اسود. قلت يعني مشكله، يعني هو قال له زي اللي اسمه علي البغل، فجه لما غير الاسم بقى حسن البغل. بالظبط كده. لكن المشكله مش في الدود. فقررت اني اتوقف عن اكل الطعام خالص. وقعدت 14 يوم ما اكلش، ودي كانت مشكله. وانا كنت جاي من افريقيا، يعني سلموني لاخويا هنا في مصر، انا جاي جثه هامده، لان حصل اللي هو بيسموه انكماش المعده قفلت، وبعدين ما قدرتش تقبل اي حاجه.
فمن هنا عرفت يعني ايه الفقر ويعني ايه الجوع، ويا رب ما انساش ايه هو الفقر وما انساش هو ايه الجوع. معانا فيديوهات رائعه وحاجات جديده بنزعم ان حضراتكم هتشوفوها لاول مره. حوارنا مع ابن بطوطه المصري الباشمهندس احمد الشهاوي. نبدا بحيوان التيري شير. نعم. انا اول مره اسمع اسم الحيوان التيري شير ده. نعم. ايه حكايته؟ حيوان الترشير، وفي ناس يسموه الترسير. حيوان مميز وحيوان جميل جدا جدا، وموجود هو حاليا على الشاشه. يعني شايف جمال صنع ربنا سبحانه وتعالى. سبحان رب. طبعا. بص حتى للصوابع بتاعته وهو ماسك الشجره، بص لعينيه. طبعا هو حيوان ليلي. هذا ليس قرد الاول عشان اوضح. ده يقال انه من الفصيله اللي هي قبل التطور الى القرد. فهي فصيله مستقله وبيعيش في جنوب شرق اسيا. وانا تعاطفي مع هذا الحيوان لانه مهدد بالانقراض. الحيوان ما عادش فيه الا كام 100 واحد من هذا الحيوان. ده اقل من الباندا. قليل جدا. وانا بشك حتى في صحه هذه الارقام. وفي طبعا ارقام بتتقال، ارقام مبالغ فيها. الحيوان ده فعلا مهدد بالانقراض، ورحت ادور عليه. هو طبعا كان عايش في الغابات، موجود في جزيره بوهاو، في جزيره ميندناو في الفلبين، موجود في بعض جزر بروناي. والحيوان ده حيوان بينام طول النهار وبيصحى بالليل. الحيوان ده فيه ميزه غريبه جدا وجميله جدا. ايوه. برغم الناس بيشككوا في ذكائه. الاول الحيوان ده حجمه لا يزيد عن حجم قبضه اليد. ايوه. يعني عشان نتخيل كل الموضوع ده، حيوان صغير جدا، وعينيه طبعا واخده نص حجمه تقريبا. أيوة. والحيوان ده فيه ميزه جميله. يبدو ان حل مشكله تلوث المياه. ما احنا عندنا في مصر معروف نوعيه المياه، وانا كتبت الكلام ده عن الكتاب بتاعي. وقلت بتمنى في يوم من الايام ان اي حد من قرايبي او من اخواتي يقول لي انا بشرب ميه من الحنفيه مباشره بدون اي توجس ولا تهجس، ميه خاليه من الكلور، ميه منقاه. الحيوان ده حل المشكله. قال انا مش هشرب الميه الملوثه خالص، انا هشرب ميه الندى او ميه الطل. في اوراق الموس في الاخر كل يوم بيتجمع فيها شويه من الطل. الحيوان ده لا يشرب الا من ماء الندى بس، لا يشرب مياه عاديه خالص اطلاقا. يعني محافظ على نفسه. طبعا. ليه رايح للانقراض كده؟ برغم الانقراض جه بسبب ان احنا بنقطع الغابات اللي هو عايش فيها. والناس هناك عايزين وسيله عيش بسبب الاحوال الاقتصاديه، فبيقطعوا الغابات ويحطوا يزرعوا مكانها اشجار الجوز، جوز الهند، وبيستفيدوا من اشجار جوز الهند. بس قعدوا يقطعوا لما الحيوان خلاص بقى يعني لازم ابحث فتره طويله عشان الاقيه. وكان بالنهار كان نايم، فما قربت منه صحي وقدرت اصور. انت صورته فين؟ في انهي جزء؟ انا صورته في جنوب الفلبين. جنوب الفلبين. في جزر جنوب الفلبين. وجزر جنوب الفلبين مناطق من المناطق الجميله جدا، لا تقارن بشمال الفلبين اطلاقا. مصطفى السيد بيقول لك ده ليه صابع طويل وبياكل الديدان. هو الحيوان لا ده حاجه خالص. لا ده لا خالص. لا ده ما بياكلش الديدان خالص. لا بينط على الاشجار وبياكل بيض بعض الحاجات وبياكل حيوانات. ومش هو ده اللي بيحط صبعه في الجحور ويطلع. هو ما بيعيش على الارض، هو بيعيش على الاشجار. ده بيعيش حيوان بيعيش على الاشجار. وحيوان يعني انا متعاطف طبعا مع القبائل البدائيه الناس اللي انا عشت معاهم. وانا حكيت لسيادتك المره اللي فاتت الناس اللي خلي بالك الناس بقى مش شرط اللي شافونا المره اللي فاتت، احنا بنعتبر الحوار من جديد. لما الحوار موجود على النت. الحوار ما زال موجود على النت. واسمح لي اكرر، الحوار ده موجود على النت، ولغايه دلوقتي في موقع واحد وصل 780 ألف مشاهد، يعني اكتر من 3/4 مليون في موقع واحد. وبرغم وجوده وبرغم انا ولا بعرض رأس ولا انا بعرض اي حاجه هشك بشك ولا بتاع. انا بعرض شويه معلومات، وده دليل على ان الشعب المصري والشعب العربي عنده تقبل للعلم وللمعرفه، ويقدر من يقدم له هذه المعرفه. والله احنا كويسين، هم اللي عملوا فينا كده. يعني انا صحيح. وانت بتبص من بره على بلدك وبلدي. نعم. احنا ناس كويسين وحلوين قوي. نعم. وفاهمين قوي. بس نعم. هم حبوا يخلونا بهذا الشكل الوحش قوي. نعم. ولكن كله هيتحسن ان شاء الله. وهنبقى احسن في الايام اللي جايه ان شاء الله. انا بس بحاول اخلط بين اسئلتي واسئله الناس. بيقولوا لك بالله عليك اسالوا عن طارق السنونو. انا ما اعرفش حاجه عن طارق السنونو. لا انا ما اعرفش عنه حاجه. وهو ما يعرفش عنه حاجه كمان. انا متخصص في انا اعتقد
ربما يعني مش متاكد من المعلومه، اعتقد هو يمكن بيعيش في غابات الارز او انا متخصص في الغابات الاستوائيه التي تعيش على خط الاستواء، او ربما هذا الطائر له اسم لاتيني او اسم، يعني انا يعني ممكن اكون اعرف الاسم الثاني، يعني انا ما اعرفش هو يقصد ايه بالظبط. يمكن هو لا الكوكوك، انت اتكلمنا على طائر الكوكوك المره اللي فاتت، البتاع الشيطاني ده اللي بيوزع البيض بتاعه على عشوش الناس التاني. فاكر ايوه، انا فكرنا ان الناس كان عجبها جدا. ده طائر الاول ده عايش في اوروبا، أيوة. في وسط اوروبا، يعني انا شخصيا انا ومراتي واولادي عايشين في وسط جبال الألب في اقصى غرب النمسا، قريبين من حدود سويسرا. فاحنا عايش في جبال الألب، والطائر ده موجود عندنا. الطائر ده اما بيولد مثلا اما بيبيض 10 بيضات، يعمل ايه في ال10 بيضات؟ كسول، مش عايز يقعد على البيض، فيدور على 10 عشوش مختلفين، حاجه يعني ويوزع على كل عش بيضه. ايوه. طيب بس الطائر بتاع ده هيكتشف ان في بيضه زياده. ايوه. فيعمل ايه؟ يسرق منه بيضه، ينقص منه بيضه. الله ينور عليك، عشان ما يحسش بالفرق. بالظبط كده. هو يروح على كل عش، العش ده فيه 5 بيضات، يجي موقع منهم بيضه عشان تنكسر، ويحط بيضه من بتاعته. ايوه. يوزع بيضه على 20 بيضه، فالطيور التانيين يناموا على البيض بتاعه. والبيض طبعا بيفقس. الطائر الكوكوك بيطلع الى الحياه قبل العصافير التانية. يعني اذا كان ده التانيين بياخدوا وقت اطول، وهو قوي وبتاع. فاول ما يطلع الطائر من البيضه، الطيور التانية لسه ما طلعتش. الابن طبعا واخد الشر من ابوه او من امه، فيعمل ايه الطفل اول ما يطلع من البيضه؟ يجي موقع بقيه البيض التانيين علشان الام العصفوره تراعيه هو لوحده، وهو مش ابنها. يعني حاجه افكار شيطانيه. طيب طب ما ياخد ابنه ويرجعه، يعني ما ياخد، هو عايز التانيين يخدموه. هو مش عايز يتعب. مش عايز يتعب. فبينفذ الخطه على مرحلتين. مرحله اولى ينقص بيضه من بيض الاخرين عشان يحط بيضته مكانها. طبعا. ولما تفقس يقوم رامي الباقيين عشان ما يبقاش قدامها غير ابنه. بالظبط كده، فتراعيه وتهيصه، والولد اول ما يكبر يسيبها طبعا ويطير ويمشي يروح لاهله تاني. طب انا تساءلت، طائر الكوكوك بيعمل الكلام ده؟ مش ممكن هناك بيسموه في الالماني، اما الواحد يقول لك جيت كوكوك معناها اذهب الى الشيطان بالالمانيه. يعني الكوكوك بيربطوه بالشيطان، في علاقه بالشيطان. فطائر الكوكوك، انا تساءلت طائر الكوكوك بيعمل الافكار الشريره دي منين؟ يعني ما في، ده افكار شريره جدا. فاتضحت لي حاجه جميله قوي. انثى الكوكوك هي انثى تؤمن بتعدد الازواج. ده الحكايه بايظه من عندهم من الاساس. من اصلها بايظه، اصلها ولاد حرام، كله حرام في حرام من الاول. فهي بتعاشر كذا زوج في وقت واحد. فمين ابو الاولاد؟ ما حدش يعرف. اللي هو الانساب. وعشان كده الاسلام عندنا قال لك لا، الانساب عند البشر وعند كل حاجه تحدد الانساب. فتعمل ايه هي؟ مين اللي هيساعدها في الاولاد؟ الاب فيه ده يقول ده مش ولادي، والتاني يقول مش ولادي، والقبيله كلها بقى حاله بايظه، برضه الحاله متكرره. فهي بيلقى عليها عبء البيت كله لوحدها. وده حمل كبير. فتقول لك لا، انا ما دام ما حدش هيشاركني اوزعه على الحاجات التانيه وعلى الناس التانيين يناموا على البيض ويفقسوه. واللي بدا غلط يمشي بالغلط. هي مشيت للغلط الاخر. والطائر ده بيعيش، والناس اللي عايشه في غابات اوروبا مش غابات استوائيه ولا حاجه، يعني غابات امنه تماما. بيسمع الطير ده معروف دايما لما ينادي كوكوك كوكوك كوكوك. ده طائر الكوكوك. ده اللي اتقلد في الساعات يعني. طبعا هي بالظبط، هي الساعه اسمها ساعه الكوكوك. والله الساعه ساعه الكوكوك. وبالمناسبه انا في المره الاخيره كنت بتجول في بعض الجبال على حدود سويسرا في منطقه اسمها بريجنز. فلقيت واحد من هناك بيقول لي تعرف الزهره دي اسمها ايه؟ قلت له زهره دي؟ قال لي اسمها زهره الكوكوك. قلت يا ده المصيبه، الكوكوك ده يعني الشيطان بيتابعنا في كل الخطوات يعني. طب نروح لاضخم ثمره فاكهه على وجه الارض. طبعا دي احنا ما شفناهاش. ايه دي بقى؟ دي بتصل وزن الواحده الى 20 كيلو جرام. ما شاء الله، يعني تكفي 4 عائلات. لا ومشبعه جدا. يعني فعلا بعد كميه بسيطه بتحس وحلوه جدا. اما تكون مستويه بتكون حلوه جدا، وطعمها فعلا زي المصري ما نقوله سمنه على عسل. طعمها جميل جدا ومش يعني قريب لايه مثلا؟ قربها لنا كده. والله ما انا هي فيها نسبه دهون عاليه، فهي مشبعه، وفيها نسبه سكريات. والناس العلماء الغذاء بيقول لك من الحاجات اللي احنا نستطعمها ان لما الدهن والسكريات يتجمعوا مع بعض. بالمناسبه انا بحبها جدا. في ناس بيسموها الجاك فروت، ومشهوره في جنوب شرق اسيا، وطعمها جميل جدا.
انا بالمناسبه زوجتي عشان انا مغلبها معايا طبعا وبسيبها كل سنه هي طبعاً. والاولاد واسافر كتير، فقلت انا هعمل لها اشتكت هديه. لطوب الارض، خلي بالك والموضوع لا كمان ده ست كبر طيبه، جداً. لا دي ست طيبه طيب. ده ست زي الفل. ست زي الفل. ربنا يبارك فيها، دي ست مجرد دعابه طبعا. لا ست زي الفل. ربنا يبارك فيها. وصبره معايا السنين دي على هفواتي ودماغي اللي هو يعني حياه مش طبيعيه، لا طبعاً، شك، مش كلاسيكيه. وبسيبها هي والاولاد شهور طويله. ما كل فكروش مره يجوا معاك في غابه من الغابات؟ خطر. انا يعني ده هنا يعني قرصه بعوضه تجيب ملاريا، قرصه تعبان تجيب الموت، قرصه عنكب من العواكب تجيب الموت. يعني هنا المجازفه بالحياه انا لا اتحمل هذه، انا اتحملها بالنسبه لنفسي، ولكن بالنسبه للاخرين لا اطيق. فالمهم الست دي قلت انا هعمل لها هديه من نوع مميز جدا. فكنت في بعض الجزر قلت انا هجيب لها شنطه مليانه فواكه لم تاكلها من قبل اطلاقا. فجبت من كل نوع شويه كده شويه وحطيتهم فضلت شهور شايلهم على ظهري لغايه ما رجعتهم لها في النمسا. فخطر في بالي عايزها تدوق هذه الثمره، ثمره النانكا. طب هشيل البتاع ده مشكله، ده هتقطع يعني. بس كان لازم تصور لنا وانت فاتحها. موجود الصور، في صور عنده، موجوده في موقعي في النت، موجود الصور موجوده ومنتشره ومعروفه، شجره جميله قوي. هجيب لها دي ازاي؟ فجبت واحده صغيره، اصغر واحده لقيتها كان وزنها 5 كيلو، وطبعا مش مستويه وبقى طعمها مش كويس، فالتجربه فشلت. دي لازم الواحد ياخد الكبيره المستويه وياكلها في مكانها، طعمها جميل جدا من الثمار الجميله قوي. و20 كيلو دي موجوده فين تصل بقى؟ الى 20 كيلو. فين؟ موجوده في تايلاند، موجوده في لاوس، موجوده في فيتنام، موجوده في الفلبين، موجوده في اندونيسيا، في كل تقريبا دول جنوب شرق اسيا. ده واحنا ما نقدرش نزرعها عندنا طبعا. وانا واثق تماما، نقدر. ده في كميه انا مجمع صور وافلام، بس الفواكه غير معروفه. ايوه احنا محتاجين ده. انت طبعا عارف ان الفاكهه عندنا بقت كأن، زي ما مصر كلها بقت الكأن، يعني تمسك الفراولايه هي فراولايه ولكن ما فيش طعم فراولايه. انت عارف اتلعب في كل حاجه في البلد دي، ومنها اتلعبت كمان في جينات كل الفاكهه. ده بعد ما احنا تعاوننا مع اسرائيل في الزراعه، واحنا اساس الزراعه يعني. دي قصه تانية من الواحد مش عايز يخش فيها، ولكن في النهايه بقت الفاكهه عندنا غالبا صعبه جدا. فاحنا محتاجين نبدا طور جيني لفواكه جديده بجد. طبعا انا مش دعابه. انا اي واحد يتمنى او يحب يعمل في هذا الموضوع، عندي كميه معلومات والموطن، وعندي اتصالات. انا عندي فعلا شبكه اتصالات دلوقتي تقريبا في كل البلاد. انا ليا اصحاب وليا حبايب عشت مع الناس اللي هناك وبيحبوني يعني. واعتقد الظروف المناخيه تقدر نوفرها على اسوأ الامور في بيوت زجاجيه لو اضطر الامر، لان طبعا الحاجات دي بتحتاج نسبه رطوبه عاليه ونسبه حراره عاليه، بس الكلام ده كله موجود عندنا. كل احنا عندنا يطلع كلها. ومش دي بس، ده في ثمره ثانيه انا كاتب عنها في الكتاب اللي هي اجمل، يعني في حاجات طعمها فوق الخيال. اسمها ايه؟ فوق الخيال. الكتاب اهو، شوف. اجمل ثمره دي ما تتنسيش دي. لا ده الكتاب اصله مليان كله حاجات من دي. كله مليان حاجات من دي. اجمل طعم يعني. انت عايز تقول انها اجمل طعم. دي موجوده في جزيره في جنوب الفلبين، في الجزيره الكبيره اللي اسمها مينداناو. شرق مينداناو بالمناسبه. مينداناو الاسبوع اللي فات كان فيها فيضانات والبلد دي كلها غرق، او بقيت ابكي بالليل لان المنطقه دي انا عشت فيها بسبب الفيضانات اللي بتحصل في جنوب شرق هذه البتاع. جزيره صغيره في المحيط اسمها جزيره شارجاو، وهذه الفاكهه ليست موجوده على الكره الارضيه قاطبه الا في هذه الجزيره. لا دي حكايه، دي بقى حكايه طويله جدا. ده موضوع. طب استنى بس، انت هتاخدنا احنا قلنا ايه الاحلى؟ ده موضوع. لا ما اصل فكره الاحلى والاجمل عمليه نسبيه. يعني في ناس بتحب الميزز، في ناس بتحب الحلو، في ناس بتحب حتى في التفاح. ولان احنا يعني زوجتي عندهم مزارع تفاح في شمال ايطاليا، فعرفت الموضوع ده. في ناس بتخلط التفاح الحلو مع الميزز عشان فبتطلع خليط جميل، طعمه جميل جدا. يعني في الطعم والحاجات دي حاجات انما اللي طلعت على الشاشه اللي طلعت دي حكايه طويله. دي حكايه فعلا طويله. هذه الصوره انا اعتقد اذا كان في حد من الناس الساده المشاهدين شاف هذه الصوره قبل كده يقول لي ويقول لي هي ايه. انا مستعد اراهن ان اي واحد ما يعرفش هي ايه هذه الثمره الا واحد انا قلت له عليها. انا ما بدعيش ان انا الوحيد اللي بعرفها الاول، عشان الناس اللي بيهاجموني في النت بيقولوا انت بتدعي. انا بس ثمره قليله جدا جدا جدا، موجوده في الكونغو برازافيل، وموجوده برضو في جنوب افريقيا الوسطى، وربما في بعض مناطق الكاميرون. الثمره دي سيادتك تعرف المنتج اللي بينتج منها. في راجل في يوم من الايام اكتشف هذه الثمره
وخطر في باله فكره تجاريه وعمل من وراها نقولوا ايه 10 مليار 20 500 مليار 1000 مليار. انت لا، هتوافقني في الكلام؟ لا، انت هتوافقني في الكلام ده دلوقتي؟ هتوافق؟ اديني بس لحظه. ده تجاره السلاح والمخدرات اللي بتعمل لا ما فلوس دي دي يعني انا ماليش دعوه بالصناعه لا انا بقول لا انا هقول لسيادتك المنتج ده ايه وانت يعني انا متوقع ان سيادتك هتوافقني. اتفضل. دي المنتج دي ثمره الكولا. الكولا. ركز معايا. الكولا. اما احنا بنسمع كوكا كولا. الاول مش عايز ادخل في مشاكل مع شركه كوكا كولا، تاخد بالك دي ثمره الكولا. الشركه بتستعملها ما بتستعملهاش، انا مش عايز اخش في المتاهات دي. ثمره الكولا، الثمره دي انا شفت الافارقه هناك بيقعدوا يرقصوا طول الليل، اخواني وحبايبي الافارقه الاول عشان يعني ناس عشت بينهم شهور طويله جدا. بيرقصوا طول الليل والرقص بتاعهم يعني بيحتاج طاقه كبيره جدا، ويقعدوا يتنططوا يتنططوا يتنططوا. يعني اي واحد بعد ساعه 2 بيهمد. كل ما يهمد الراجل يطلع بتاعه من جيبه كده، ياخد منها عضه ويقعد يتنطط تاني. قال ليه؟ تعالى وريني البتاع اللي في جيبك ايه. لقيت اللي هي ثمره مديالهم طاقه غير طبيعيه. طاقه غير طبيعيه. وفي بعض اسرار تانية يعني مش هينفع اقولها على الهوا، موجوده في قشره هذه الثمره. اسرار الكلام ده مجرب بنفسي شخصيا يعني. طب ما تقول لنا سر من لا خليها بس عشان ما نهيكش الدنيا. يعني الثمره الدنيا هتيجي سلبيه. ايه؟ سلبيا. لا نتائج ايجابيه. لا يعني انت اللي ممكن يبقى لها نتائج سلبيه على الشركات دي. لا بس ما فيش ولا تخدير ولا فيها اي حاجه. يعني بتدي طاقه مميزه للرجل. طاقه مميزه للرجل. طيب عندك بقى جت رسائل السيد الكماش بيقول لك دي اسمها جاك فروت اللي مظبوط الكبيره طبعا. وبتيجي من الهند وموجوده هنا في السعوديه، لو عايز ابعتها لك وانا جاي مصر. هذا صحيح. مهندس سيد الامام. هذا صحيح. هذا صحيح. احنا كنا اسمها جاك فروت. باشمهندس احمد الشهاوي يجيبها، بس لو ما جابهاش يعني ممكن تبعتها لنا يا استاذ سيد. لا هذا صحيح. اسمها جاك فروت، الاسم الانجليزي بتاعها اهالي البلد نفسها بيسموهم النانجا، لكن الاسم معروفه باسم جاك فروت. هذا صحيح. محمد علي بيقول دي منتشره ومعروفه. انا ما اقولش انها نادره. انا لا ده هم بس الناس بتتفاعل كل جنوب شرق اسيا يعرفوها. كل بيقول لك محمد علي بيقول دي موجوده في جنوب افريقيا في جزيره مدغشقر. انا مش عارف هو انا ما اعرفش صدق هذه المعلومه، ما اقدرش اكدها ولا انفيها. وائل نور تصدق انا بقالي 11 شهر ما قعدتش قدام التلفزيون، الحلقه دي رجعتني لمصر اللي بحبها. الله يخليك. واحنا مصر اللي بنحبها. الله يخليك يا رب. بجد كلنا احنا كلنا في هذا الضغط محتاجين اي حاجه تخرجنا، لان خلاص علينا كله هيطير. مثلا السيد بتقول والله الثمره دي تبقى تحفه لو بقت ليفه حمام، اللي هي القشره الخارجيه. لا ده بتشوق. لا ده ممكن تخربش. خربش يعني هي مش اشواك بس، يعني تبقى صعبه قوي. الطائر، هل ممكن ان الطائر ده هنا في غابات مصر؟ لا صعب جدا. مش موجود الا في اوروبا. في غابات موجود في غابات اوروبا. في وسط اوروبا. نروح بقى للتعبان الشهير الاناكوندا. الاناكوندا وليك مغامره وما ادراك مغامرات. وما ادراك ما الاناكوندا طبعا. الاناكوندا احكي لنا بقى على الاناكوندا. في جزء الاول قبل ما نخش في فيديو حي عن الاناكوندا موجود. التعبان الاناكوندا فيه شيء مميز جدا. انت بص للجلد بتاعه. هو التعبان اللي الجلد بتاعه عليه دوائر. دوائر، يا دوائر غامقه والخلفيه بتاعتها فاتحه، او دوائر فاتحه والخلفيه بتاع تعبان الاناكوندا من اكبر التعابين الخانقه. هو تعبان ليس سام، خانق. خانق يعني. يعني وفي صراع قديم او طار قديم ما بين تعبان الاناكوندا والتماسيح الصغيره. تعبان الاناكوندا الكبير ياكل التمساح الصغير، يعني هو بيلف عليه ويضغط على العظم بتاعه لما يتكسر العظم والدم، يعني قوة غير عادية جدا جدا. وأنا أستغل هذه النقطة وألمح لنقطتين. هو طبعا من أكبر الثعابين حجما على وجه الأرض، وإن كان أكبر ثعبان وجد على وجه الأرض مقاس بمقاييس علمية حتى يومنا هذا. اتعمل عنه فيلمين الاناكوندا. طبعا الاناكوندا حدوته ده حدوته كبيره. هو موجود في جنوب شرق في امريكا الجنوبيه. بس انا عايز المح لحاجه. استغل الموضوع. كل الناس، حجم اكبر تعبان موجود على الارض ممكن يكون كام؟ مش عارف ارقام. انا بسمع طبعا ارقام، وفي مدرسه انا بحب اعمل محاضرات كتير خصوصا للاطفال، لان خيال الاطفال واسع. اللي يقول لك 30 واللي يقول لك مش عارف ايه 50 متر و40 متر. لا يوجد ثعبان حقيقي في ظروف طبيعيه، انا باكد في ظروف طبيعيه، يعني بدون هرمونات وبدون ما اديله مواد مغذيه معينه في الطبيعه، طوله اكتر من 10 متر ونص. وده وجد في اندونيسيا، وكان تعبان في ظروف طبيعيه. انت متاكد انه في ظروف طبيعيه؟ لان في بعض الالمان
بيربوا فيهم فعلا ويديله هرمونات وبتاع ومغذيات عشان يكبر والكلام ده. وفي بعض الناس هتقابلهم في امريكا الجنوبيه بيبيعوا جلد تعبان ويقول لك شايف ده 20 متر. الكلام ده مش حقيقي. جلد التعبان بيتمط فيوصل لل 20 متر. لا يوجد ثعبان على الارض اكتر من 10 متر ونص. ده وما كانش اناكوندا، ده كان بيسون. الاناكوندا اكبر اناكوندا معروف 9 متر ونص. وفي حاجه عايز المح لها هنا جميله قوي. تعبان الاناكوندا اي واحد هو يعيش في برك المياه، اما بيطلع على الارض في الخارج فهو مسالم جدا جدا جدا، لكن في وسط المياه بيبقى عنده قوه خياليه خالص. فما فيش حد يقرب من تعبان الاناكوندا اذا شافه في يوم من طب الايام. قول لي بقى قربت ازاي وصورت لا ما انا هقول قصتك. تعبان عشان التعبان اللي احنا شايفينه ده حاليا في الفيديو ده كان طوله حوالي 3 متر ونص. أيوه. ووزنه تقريبا حوالي 90 كيلو جرام. عشان تطلعه من الميه مين اللي هيشيل ال 90 كيلو جرام الاول؟ يعني في هذه اللقطه تقريبا احنا بالظبط كنا 3 اشخاص. وكل واحد مكلف بمهمه. واحد هيمسك من منطقه النصف، واحد هيمسك من منطقه الزير، وراجل بقى اللي هو الاكثر شجاعه والاكثر خبره ده اللي هيمسك من منطقه الراس. والثلاثه بيشيلوا التعبان. اول ما طلع على الارض واتساب على الارض فهو حيوان مسالم، احنا لم ناذيه ولا نمثل بيه، بس انا كنت عايز اشوف هذا الطول الجميل قدامي. وفي معلومه جميله قوي. اتفضل. انثى الاناكوندا يقال انها اشرس انثى على وجه الارض. ليه بتعمل ايه بقى؟ اما تتخانق مع جوزها. يعني ما بلاش الحكايه دي. لا ما طب اتفضل. ربما يقتدي بيها بعض الناس. ما انا بقول لك يعني ما حدش عارف مين هياخد مين. لا بس اصل الموضوع في يعني في خلاف عليه. اما بتتخانق مع جوزها فرضنا هي مثلا 8 متر او 9 متر وجوزها 9 متر. تتخيل سيادتك هي بتعمل ايه في 9 متر التانيين؟ مش عارف. بتبلعه. يا نهار ابيض. تخيل 9 متر بيخشوا داخل 9 متر. يعني مؤكد هيبقى انا لم تتاح امامي المعلومه شبه مؤكده، لم يتاح امامي فكره البلع وهو بيبلع الموضوع ده 9 متر. ففي ناس بتقول لك لا ده هي مش كره لزوجها، ده من كتر حبها لزوجها عايزه تحتفظ بيه داخل المعده بتاعتها. سيادتك عارف ان القطه اما بتلاقي اولادها في خطر من اي واحد تاني فبتحاول تحميهم فبتاكلهم. هي معتقده انها بتحفظهم من شده الحب. هل انثى الاناكوندا بتبلع جوزها من شده الحب ولا من شده الكره؟ وانتوا ازاي قربتوا يعني ما كنتوش خايفين؟ لا الاناكوندا انا عارف الاناكوندا ما فيهاش اي وهي على البر هي حتى لو عضتها غير سامه هي هتعمل لها انياب وكل حاجه وهتعمل جرح والتهابات، لكن مش هتموت بسبب. وزي ما قلت سيادتك هي اول ما بتطلع المشكله انها تطلع من الميه، اما بتطلع على الارض بتبقى مسالمه. والاناكوندا معروفه يعني انت هتلاحظ سيادتك في بعض الافلام ناس بيشيلوها على كتفه كده. والكلام ده انا عملته برضه في بعض اللقطات تانية. الاناكوندا قبل ما بتعمل عمليه اللف بتدي كام اشاره محدده. الناس اللي عندهم خبره بالموضوع ده يعرف الاشاره دي اما تعملها، اما تبدا تعمل حركه لها زاويه معينه معناها هي بتعمل دي، وبعدها بتبدا في عمليه اللف علشان الخنق والضغط على العظم. فالواجب اول ما بتبدا تعمل الحركه دي بنزلها وابعد عنها واسيبها في حالها. محمد العزوني بيقول ربنا يوفقك، انت خرجتنا من الجو الكئيب اللي احنا عايشين فيه من الكلام الكتير عن انتخابات كده. بنشكرك يا باشمهندس شهاوي. رضا حمزه بيقول فيلم الاناكوندا 3 اجزاء وانا سمعته، اهلا وسهلا بيك. محمد غريب بيقول لي الاناكوندا دي جزيره في اليونان على ما اعتقد، في جزيره بالاسم ده في اليونان؟ انا ما اعرفش. انا اعرف الاناكوندا كثعبان خانق يعيش في امريكا الجنوبيه. وليد مولتو بيقول لك النوع ده من التعبير منتشر في جنوب افريقيا فعلا؟ لا مش منتشر. الاناكوندا منتشر في امريكا الجنوبيه. والبيتون موجود في افريقيا. البيتون والموطن الاساسي للبيتون جنوب شرق اسيا. البيتون ده يعني حيوان خانق يشبهها، بس الجلد بتاع البيتون بيبقى فيه اللون مشحب مع بعض. الاناكوندا تعرفها من اول لحظه بالدوائر. الثعبان الوحيد اللي فيه دوائر على جلده متكامله. دوائر متكامله. غامقه وفاتحه احيانا. ده اسامه بتقول والله ضيف حضرتك بيفكرني بالعالم مصطفى محمود الله يرحمه. الله يرحمه استاذنا طبعا. حلقه انجينير معاذ بيقول الكولا بتاعه القذافي. الراجل كان القذافي اتكلم عن الكولا دي قبل كده وبيقول ان هو ما صدقوش، ولكن الكلام طلع صح واحنا ظلمناه، انه بتديله ان هو بيستخدمه وبتديله طاقه كبيره. هذا صحيح. هذا صحيح. طيب عايز اقول لك بالنسبه في حيوان غريب قلت لنا عليه بيعيش في مغاره تحت الارض. ايه ده بقى؟ ده حكايه طويله. انا في السنين الاخيره بدات
تراودني. هنا دي صورتي وانا في المغاره على عمق اللي قبليها كانت على عمق 365 متر تحت سطح الارض. ايوه. بدات قضيت سنين كتيره في الغابات، ودلوقتي بدات تستهويني المغارات اللي تحت سطح الارض. فاتضح في معلومه، الحيوان اللي احنا شايفينه ده بيعيش على عمق اكتر من 300 متر تحت سطح الارض، ظلمه عاتمه. طبعا ما فيش نور، والحيوان ده اعمى وما بيشوفش. الحيوان ده طوله حوالي 30 سنتي، واسرار هذا الحيوان لم تكتشف تماما حتى يومنا هذا. ومن المعلومات انا رحت ونزلنا بالحبال، وكان موضوع لازم ليه تصريح خاص ولازم مرافق، ومعانا كشافات الضوء. طبعا لو الكشاف بتاع الضوء باظ او حصل له حاجه مش هتطلع اطلاقا. خلصت الحكايه. وتحت بقى ده مش طريق، ده في ميه وفي برك وفي حاجات، يعني اللي يغرق واللي ينزل، متاهات تحت الارض، وفي وسط هذه المتاهات في بعض البرك ويعيش فيها هذا الحيوان. الغريب ما بيطلعش على الارض خالص. لو طلع هيموت، لو شاف الضوء العادي يموت. يعني المشكله لها ابعاد كبيره جدا. الاول، الحيوان ده موجود في اكتر من مغاره، في اكثر من مكان موجودين على هذا العمق. كيف انتقل هذا الحيوان من هذه المغاره الى هذه المغاره؟ اسئله مفتوحه لا نعرف. اذا اعتقدنا بنظريه التكاثر ومن زوجين وكيف حدث ذلك، الاول عشان يطلع من فوق الارض انا يعني عمليه محتاجه الشباب ابحاث اكتر. المشكله الابحاث، الموضوع ده انا اتكلمنا في الموضوع ده مره قبل كده. الحيوان ده بيعيش فتره زمنيه طويله لا تتناسب مع جسمه. الحيوانات دايما اللي في هذا الحجم تعيش 3 4 5 10 سنين، الحيوان ده بيعيش 70 سنه. فعشان اراقب دوره واحده من حياه هذا الحيوان لازم اراقبه 70 سنه. عشان ابدا افهم اسراره محتاج على الاقل 3 دورات، يعني محتاج 200 سنه. يعني محتاج ناس من الشباب العلماء يتكفلوا بهذا الموضوع. في معلومتين غريبتين جدا ومثيرين للانتباه بالنسبه لهذا الحيوان. الحيوان ده هذه النقطه في شبه اتفاق عليها، انه بياكل وجبه كل عدد سنوات كبير جدا. في مجموعه من الناس الباحثين، انا الاول عشان الناس اللي بيقولوا لي على النت، انا ما قلتش ان انا اول واحد اكتشفت هذا الحيوان. في ناس هذا الحيوان، وفي ناس شغاله في هذا الحيوان لكن في نطاق ضيق. انا مهمتي انا بكتشف معلومات واشياء على وجه الارض واطرحها، واللي يحب يكمل يكمل، وانا بكمل في بعض الطرق. أنا بأنقل صور موجودة على الأرض غير مكتشفة، كرتنا الأرضية لم تكتشف حتى الآن. الحيوان ده المعلومة الأولى بياكل وجبة كل 8 سنوات. كل 8 سنوات؟ كل 8 سنوات. الخلاف اللي موجود حاليا بين الجماعة بتوع الباحثين في هذا الموضوع، واحد بيقول لك لا مش كل 8 سنوات، كل 6 سنوات. أنا موافق 8 سنوات 6 سنوات، يعني معناها كل عدد سنوات. يعني الحيوان ده بياكل في حياته 9 وجبات أو 10 وجبات. الوجبة إيه؟ ما هو تحت ولا فيش ولا فول ولا في طعمية ولا في الكلام الجميل، الأكل الحلو الجميل المصري بتاعنا. ده بياكل نوع من الحيوانات الدقيقة زي الهبوش أو زي حيوانات ضئيلة جدا هي اللي بتعيش في هذه الظلمات تحت، فبياكل بتاع من دي، وبالطريقه دي عايش 70 سنه، عمره مقارب لعمر. سبحان الله. تخيل سيادتك لو هذا السر وحده واحد من الشباب الصغيرين ربما يكون بيسمعنا وتبهره هذا الفكره ويتشغل بهذا الموضوع ويعطي من حياته بعض سنوات لهذا الحيوان. تخيل لو اكتشف السر في هذا الموضوع، كيف تعيش عدد سنوات بوجبه واحده بسيطه جدا. دي النقطه الاولى. النهارده كان اول تقرير معانا عن البحث العلمي واهميته مع الدكتور زويل. نعم. وكمان ده جزء مهم يوضح قد ايه البحث العلمي ممكن ياخدنا لافاق طبعا كبيره جدا. ده انا بذهب لابعد من ذلك. الاول قبل النقطه دي اسمح لي بالنقطه الثانيه. المعلومه اللي عندي مدى احتمالها كل شيء مطروح للبحث. ان هذا الحيوان جلده لا يشيخ. ودي عمليه مشكله كبيره. يعني الحيوان يعجز ويموت، لكن الجلد الخارجي بتاعه، هل هذا بسبب عدم تعرضه للضوء؟ هل هذا له اشياء تانية؟ انا زي ما قلت سيادتك انا بطرح مواضيع للبحث، وبعد كده انا بعتقد شيء اخر خالص. انا بعتقد ان هذا الحيوان فضل هذه الاف السنين تحت الارض غير معروف وغير يعلم. انا بعتقد ربما والله اعلم هناك سر ما اودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الحيوان،
وخبأوا عننا هذه آلاف السنين عشان يجي في يوم وهذا السر ربما ينفع البشرية، ربما يشفي في شيء من الأمراض، وأبقى أنا بالطريقة دي ساهمت في بطوبة بسيطة في الجدار العلمي اللي موجود عندنا. كل حاجه ربنا ما خلاش حاجه من غير حكمه طبعا. ويمكن تكون حكمته لسه متاخره في هذا الموضوع. صحيح. يعني لسه حكمته متاخره بالنسبه لنا، ما وصلتلناش. طيب نسيب هذا الحيوان ونروح للديب، الدب اللي بياكل النمل. موجود ده حيوان لطيف جدا. دب يعني ده البيبي بتاعه، الطفل بتاعه حتى طبعا امه لو شافتني طبعا هتعمل لي مشكله. يعني ده انا كده وبتاع اليف كده وشكله جميل وبوزه مدبدب قوي كده، لانه بيخش في ده غير اكل النمل اللي احنا متعودين عليه. لا هو الدب الاكل النمل. هو ده الدب الاكل، هو ده الدب الاكل النمل. وبيعيش في انواع منه بتسكن على الاشجار، وكنت دايما انا اشوفه وانا ماشي كده قاعد على الشجره وقاعد بيراقب من فوق، والثقوب بتاعه النمل بوزه المدبدب بيساعده يخش جوه وياكل هذا النمل. وحيوان جميل قوي يعني، والفروه بتاعته لطيفه قوي اما الواحد يحس عليه ولا بتاع يعني لطيف يعني. وبس اكلته نمل؟ انا ما اعرفش انه انا هو متخصص في النمل. بمناسبه النمل اتفضل. ده في حاجه جميله قوي في مدينه ده النمل ده حكايه جميله في مدينه وانا هقولها دلوقتي للاخوه اللي بيشككوا في الكلام ده في الانترنت بالمكان بالتحديد بكل حاجه. في جنوب فنزويلا مدينه اسمها بيورتو ياكوشو. اللي يشك في هذا الموضوع فليذهب الى هذه المدينه ويشوف هذا الكلام. انت ما هتخش المطعم هناك هتلاقي جات لك ازازه كده زي الشطه او الهريسه. هتفاجئ البتاع عليها صوره من بره، صوره نمله. ايه النمله دي؟ دول بيعملوا صلصه النمل. يعني صلصه النمل زي احنا ما بنحط الحاجات، صلصه الصويا عند الصينيين دي صلصه النمل. طب ايه يعني فكره صلصه النمل دي اصلا تيجي منين؟ مدينه بيورتو ياكوشا مدينه مملوءه بالنمل. لدرجه انا كنت نايم في يوم من الايام وقمت الصبح لقيت شعري وحياتي يمكن ما اعرفش 10000 نمله 20 كميه، وقعدت اصوت وبتاع. الست بقت تجيب ميه سخنه وتكب عشان النمل. طب النمل ده جه منين؟ مشكله النمل. مدينه بيورتو ياكوشو كانت مدينه مكان للعمال اللي بيعملوا الطرق في يوم من الايام، وانتشرت فيها الجريمه جدا. بالنسبه لاخواننا القانونيين دي فكره جديده قوي. المجرمين كل واحد يعمل بتاع بيخش السجن. فالراجل العمده بتاع البلد لقى السجن مليان، وبعدين هنعمل ايه في الناس المجرمين؟ والمجرمين بيجوا. فقال يا جماعه اللي يتكفل فيكم بانه يزرع شجره مانجا ويراعيها بحيث ما تبصي، انا هديله براءه، هطلعهم الحكم. طبعا ربما تكون احكام مخففه انا ما اعرفش. فيبدو ان عدد المجرمين كان كبير جدا لدرجه المدينه دي، وانا بقولها بالتحديد اللي عايز يروحها يروح ويشوف. المدينه دي ما فيش شارع فيه اقل من 20 50 70 شجره مانجا. البلد مليانه مانجا، والمانجا كتيره لدرجه ولا يقدروا ياكلوها ولا يقدروا، وهي منطقه نائيه ولا بيعرفوش هم في التصدير ولا الكلام ده، منطقه بسيطه يعني. البلد كلها مليانه مانجا بايظه. المانجا بيقع بالشجر ويفضل على الارض وبيلم النمل. النمل اللي في الدوله كله راح لبيورتو ياكوشو. ما تقوليش اللي لون النمل اتغير بقى مع كتر اكله المانجا. والله جايز والله جايز. فهم يتخلصوا من النمل ده ايه؟ قال لك نعمله صلصه. فكره جميله قوي، فكره طبيعيه. واعتقد ان الصلصه هتطلع بطعم المانجا. يعني ده انت لما تعصر النمل النمل يعني اكيد هيبقى ليه مذاق مختلف. لا والنمل لما بتعمل في الصلصه كده بيقرقش وبتاع، يعني طعمه جميل قوي يعني. طب يعني انا هكتفي برؤيتك بالنسبه لطعمه. نعم. ايه جبال الانديز في بيرو؟ في صوره جميله قوي. جبال الانديز موجوده في امريكا الجنوبيه كلها. اي صعود جبل مثل هذا عمليه شاقه جدا جدا جدا. والجبال دي اللي احنا شايفينها دلوقتي دي في بيرو، موجوده جنب المكان الاثري الجميل. وانصح اخواننا بتوع السياحه ارجوكم، احنا عندنا كميه تراث ما اعرفش 3-4 التراث اللي موجود على الكره الارضيه. يعني عندنا كل حاجه. اللي يروح يبص الراجل، الناس دول بيعملوا ايه؟ حته تراث صغيره فوق اللي هي الماتشو بيتشو المعروفه، شويه المعابد بتوع الانكر او المدينه الانكر اللي بنوها فوق الجبال. يشوفوا كميه البشر اللي رايحه تزور هذا المعبد، وكل واحد بيطلع بالقطر يدفع $100. قطر كهربي كده يطلع $100. انا راجل بتاع غابات وبتاع حركه، قلت لا انا مش هدفع $100. انا هطلع الموضوع ده ماشي. الموضوع خد 5 ايام
وقعدت امشي من طرق. انا مختار متعمد طريق طويل لان انا مؤمن بان الطريق هو الهدف. سيادتك لما بتطلع جبل هتقعد على قمه الجبل قد ايه؟ ربع ساعه، نص ساعه بسبب بروده الجو وهتنزل. وبعد كده طب انا بطلع 6-7 ساعات، مش ممكن يكون الهدف الربع ساعه. انا الهدف هو الطريق نفسه. فاخترت طريق طويل حوالي 4-5 ايام، وانا ما عملتش حساب البرد. انا راجل بتاع مناطق حاره، فمع الارتفاع الجو برد عليا وقعدت تمطر، وكنت عايز اطلع على الجبال ده، فبقيت بردان خالص وبتاع. فالجماعه من الناس اللي هناك لقوني برتعش وصعبت عليهم، قالوا لي تعال ادوني شويه ورق كده، قالوا لي ايه اندغ الورق ده وهتبقى زي الفل. ده ضغط الورق، كل البرد ضاع وطاقه و10 على 10. ده ورق الكوكا. هزعل جدا لو مش جايب لي ورقتين. لا ورق الكوكا انا اسمحوا لي. الكوكا ده غير الكوكا الكوكا اللي بيستخرج منها الكوكايين. كوكايين. بس في حاجه انا بسحب لا انا عايز اصحح. انا بسحب بس الكلمه اللي قلتها لك بتاعت الورقتين. لا لا ملهاش علاقه خالص. انا عايز اصحح هذه المعلومه لان فعلا لوحديها دي ويتقال عليها الكوكا بينضغ هناك زي القات في اليمن. ورق الكوكا ليس مخدر وليس له علاقه بالكوكايين، مع انه من نفس النبته. ومن نفس الورق ده بيطلع الكوكايين برضه. لكن كل الكوكايين بيطلع من الثمره. لا بيطلع من الورق. من الورق نفسه. من الورق. طب وازاي بقى؟ ما انا هقول لسيادتك. الاول كل جنوب شعوب امريكا الجنوبيه بيندغوا ورق الكوكا، ولهم ومن يعني والمناصب، وله محرم وليس له تاثير التخدير ولا ما الى ذلك. الورق في حد ذاته تندغه ما بيعملش حاجه. بيحطوا عليه حاجه بيسموها القشا. القشا هي عباره عن بعض اغصان الاشجار بيحرقوها، والرماد اللي بيطلع بيرشوا شويه على الورق، فبيعطي ماده نسميها منبهه تشبه التباك، تشبه التبغ، تشبه القهوه المركزه، يعني ما الى ذلك. لكن لم نصل في مجال المخدرات بعد. انتاج المخدرات من ورق الكوكا دي عمليه كيميائيه بحته. بتعمل بعد كده بيعملوا الورق ويعجنوه ويحطوا عليه ماده اعتقد تشبه البنزين فيتحمل العجينه، وبعدها ده عمليه موضوع تاني خلاص، وفي الاخر يحصلوا على الماده الشريره اللي هي الكوكايين. لكن ندغ الورق في امريكا الجنوبيه كل امريكا بيندغوه وليس له تاثير التخدير ولا تاثير الادمان وما الى ذلك. ندغت الورقتين دولت كده اللي الراجل اداهم لي، وبعد كده طلعت الجبل ووصلت على قمم جبال انديز، وانا طلعتها اكتر من مره في اكتر من دوله، في بيرو، طلعتها في فنزويلا، جبال الانديز في امريكا الجنوبيه. الحمد لله على سلامتك. الله كتير بيسالونا على اكل لحوم البشر، جايه هنختم بيها، ولكن خلينا في اكلي اللحوم النيه. قابلت الناس دي؟ طبعا بياكلوا اللحمه نيه تماما؟ طبعا. والاول قبل ما اخش في صوره جميله بالاسنان بتاعتهم، بس قبل كده الاول انا عايز انبه لحاجه اهي. الاسنان دي مكسره، يعني مش طبيعيه، ده معموله كده. هم بيكسروها كده طبعا. ما انا هاكل اللحوم النيه ازاي؟ عشان تبقى كلها زي الانياب. بالظبط كده. لان والست شايف الست اما عاملاها بطريقه جميله، طلع دي ست. طب الحمد لله. لا ست جميله كمان. طبعا حتى في اللقطات بتاعتي انا مبين الوش لان بقيه الجسم عيان. فدي قبائل اللي هي الاقزام اللي عايشه في افريقيا، عايشه في جنوب افريقيا الوسطى، في شمال الكونغو، جزء منها عايش في الجابون، وجزء محدود وبينقرضوا، ودول لازم المح لهم الاول. بس الاول انا عايز اقول حاجه بالنسبه لاكل اللحوم النيه. سيادتك تعرف ان مثلا القبائل اللي بتعيش في المناطق الجليديه مفيش خضروات، هيحصل على فيتامين سي منين؟ هيجي له الاسكربوت واسنانه هتقع، او امراض ومفيش فيتامين يعني. فبيحصل في اكله للحوم النيه، الحيوان اللي بياكله فيه كميه الفيتامينات، فبيحصل. ولذلك الاسكيمو لو كلوا لحم مطبوخ يموتوا. لازم ياكل اللحم ني، لانه بالطريقه دي بيحصل على الفيتامينات اللي هي مش موجوده في المناطق الجليديه اللي حواليه. طب ما هو بيجي له بقى خلاص، يعني بيجي له مثلا كل 3 شهور 4 شهور حد بيجي وبيجيب الفيتامينز والحاجات اللي زي كده. ده في مجموعات عايشه في مناطق في سيبيريا، ما بيوصلهاش فهم بيحافظ ومحافظين على نفسهم بقالهم الاف السنين، محافظين على نفسهم عن طريق اكل اللحوم النيه. فالجماعه دول في افريقيا الاقزام الافريقيين بياكلوا لحوم نيه، فاسنانهم مش قادره تعمل اللحوم، فبيدبدبوا السنان بتاعتهم علشان يقدر يقطع اللحم من بعضه. القبائل دي اللي شدني لهم، انا رحت وعشت معاهم يطلع كذا و20 يوم. اللي شدني لهذه القبائل حاجه غريبه جدا. الاقزام دول
الاطفال بيولدوا ولاده طبيعيه جدا باحجام طبيعيه، والطفل يفضل ينمو نمو طبيعي لغايه ما يصل لسن البلوغ، سواء بنت او ولد. اول ما يوصل سن البلوغ يتوقف النمو خلاص، ما ينموش بعد كده خلاص. طول العمر ما ينموش. وصل سنتي 150 سنتي، وصل 120، ولذلك فيهم حاجات مختلفه، وانا رحت لهم وعشت معاهم، وفي يعني الموضوع كبير جدا لو انا قعدت احكي عن هذه القبائل، وعندي افلام كامله، وحتى في الفيلم هنا انا مصور مجموعه منهم وهم بيرقصوا وبالصوت، يعني لو قدروا يجيبوها لنا. انت صور القبيله دي معاك يا سمير ولا موجوده ايه في اخبارها؟ موجوده في الفيلم، موجوده ولا جزء في الفيلم. لابسين جزء من هدومهم؟ لا، انا قاطع لكم مخصوص الصور تخشوا يرقص بس مع الناس عريانين، انا هعمل لهم ايه؟ طيب ماشي. ولو عملتهم عريانين مشكله، الرجاله يعني مشكله. طيب. فانا في الفيديو بتاعي هم موجودين بطبيعتهم، بس هنا في الفيلم قطعت بقيه الرؤوس بس عشان ايه؟ احنا هنحاول نعالج الفيديو. لا انا معالجها يعني انا مخبي كل حاجه، مفيش حاجه باينه. طيب خلينا أنا مش مستعد اخش في طب ناخد جوله. رحت صحراء الملح؟ طبعا. ايه بقى حكايه صحراء الملح دي؟ صحراء الملح دي فرصه اشرب شويه شاي. اتفضل. ما دي اشرب وتعالى. عايز اقول لك بعض الرسائل، الناس جايه لك رسائل كتيره جدا جدا جدا، الناس متفاعله معاك وبشكل كبير يا باشمهندس. بيقول لك مين ده؟ مش ملاحظ ان الاستاذ في الصور شكل انطونيو باندرياس؟ لا، وهو في الحقيقه كمان شكل انطونيو باندرياس. ده ياسر رمضان بيقول عليك. الله يخليك. اسلام ابو الخير، موضوع اكلي لحوم البشر صح يا استاذ معتز، بس مش دراكولا زي ما بنشوف في الافلام بالزبط. فعلا ولا ايه بالظبط؟ وهيحكي لك دلوقتي ابن بطوطه المصري عن هذه الحكايه. طارق الشرقاوي بشكرك شكرا جزيلا. محمد شمس بيقول ايه اخر حاجه شافها وعجبته وما جبتهاش في الحلقه؟ لسه احنا ما كملناش معاه الحلقه، ولكن لو حابب تقول له على حاجه. هي دي القبيله، هي دي الرأسة؟ دي قبائل البامينجا، الأقزام اللي عايشين في أفريقيا. وكان صعب بالنسبة لي إن أقص، وهم طبيعتهم الأول حتى وهم عاريين ليس أجسامهم ليس لها أي تأثير. ده ناس غلابة، ناس بساط، ناس عايشين عرايا في وسط الغابات، ناس بساط جدا وناس حلوين خالص يعني، وقلوبهم طيبه والله العظيم. يعني ما هم مشهورين دايما انا كاتب حتى تحتها، هم مشهورين بصيادي عسل النحل، بيطلعوه من العسل النحل الطبيعي. وناس بسطاء، والناس دي برضه بتنقرض اهالي القرى اللي هناك بيستعملوهم، بيطلعوهم يستعملوهم كعبيد وبيضربوهم بالكرابيك عشان يشتغلوا بدون اي حاجه. في قسوه جدا في معامله الناس البسطاء، وهم مصرين على انهم يعيشوا حياتهم كده. هم ناس مسالمين جدا، ناس مسالمين جدا، ما يعرفوش حياه غير هذه الحياه. الناس دي ولا وصلتهم ولا رساله عيسى ولا موسى ولا محمد، وناس بساط جدا، لكن الخير يعرفوا الخير والشر، ويعرفوا ان لهذه الدنيا اله. والموضوع ده هيستطرقني، فكرني بعد كده احكي حكايه الراجل بتاع قبائل البتاك بعد القبيله كلها ما انقرضت، واخر واحد كان ليا الشرف العظيم ان قابلته في يوم من الايام، وحواري لسيادتك الصوره بتاعته، وانا بقى جبت ناس من قبيله ثانيه ومن قبيله ثانيه لقبيله ثالثه، وفي الاخر اوصل لشويه كلمات انجليزي عشان اعمل معاه حوار واساله عن الله سبحانه وتعالى واعتقاده في الموت والخير والشر وما بعد الموت. حاجه جميله هحكي لسيادتك عليها، بس خليني الاول اخلص صحراء الملح. صحراء الملح. صحراء الملح موجوده في بوليفيا، وهي اكبر صحراء ملح موجوده على وجه الارض. 12,000 كيلومتر مربع بعمق 200 متر من الملح. يعني عشان تعبر هذه الصحراء لازم تحترس ويكون معك ميه او بسياره او ما الى ذلك. والغريب في الصحراء دي في بعض بحيرات موجودة بجوار الصحراء. البحيرات بسبب الأملاح المعدنية الموجودة في الأملاح، ففجأة تلاقي بحيرة حمراء زي ما سيادتك شايف في الصورة. البحيرة حمراء جدا، وفي الطبيعة يعني الصورة يمكن مش موضحة، حمراء جدا جدا. وبعدها شوية في 3 بحيرات مشهورين هناك، الحمراء والزرقاء، واحدة خضراء جدا واحدة زرقاء جدا واحدة حمراء جدا بسبب الأملاح المعدنية. في وسط الصحراء الملح ده في فندق صغير يعني متواضع كده، أنا ما جبت صورته معايا. الفندق ده انا بيت فيه ليله، والفندق ده كله مبني من الملح، بيقطعوا الملح ويعملوا بيه الطوب بيبني من الملح، الترابيزات من الملح والسراير من الملح. حتى جابوا لنا العشاء هناك، فقلت لهم البتاع ناقص ملح قالوا لي حواليك في كل حته الترابيزه حط ايدك على الترابيزه وزود الملح. كله بالملح. دي صحراء من الصحراء المميزه. وفي وسط هذه الصحراء في قطعه ارض صغيره لم تغطى بالملح،
ودي مشهوره بالصبار الضخم جدا، احجامه ضخم جدا، يعني ما جبتوش معايا، بس حاجات جميله جدا ومبهره جدا في هذا العالم. ايه حكايه جبل ادم؟ جبل ادم، الاول الكلام اللي هقوله انا بنقل صور، انا لا ادعي معرفه ولا بادعي، انا بنقل الناس بيقولوا ايه واللي انا بعيني رحت وشفته ايه. جبل ادم جزيره سريلانكا، هي جزيره بيعتقد اهالي سريلانكا انها جزيره مباركه، بيعتقدوا في ذلك، وبيقولوا ان ادم عليه السلام اول ما نزل من الجنه اول قدم وضعها على الارض وضعها على قمه جبل ادم. انا باؤكد هذا الكلام لا يمكن تاكيده ولا يمكن نفيه. الاول انا بنقل وقائع الناس بيقولوا ايه، وهنقول لسيادتك انا شفت ايه في هذا الموضوع. مدى صحته من عدم صحته نختلف او نتفق، انا لا احاسب على ذلك. جبل ادم شدني جدا 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 لاكثر من موضوع. الاستاذ انيس منصور كان كتب عليه في 200 يوم حول العالم، الله يرحمه، الله يرحمه، ولفت الله يرحمه. نظري الى هذا الموضوع، يجعل مسواه الجنه يا رب، الف رحمه تنزل عليه. فقررت اني اصعد هذا الجبل. الجبل شدني لهدف اخر تماما. انا فوجئت، انا شفت منظر جميل جدا، شفت 4 أديان طالعين هذا الجبل، سبحان الله، وكل انسان في دماغه او في راسه عقيده ما، وبيصلي ويهلل من اجلها. المسلمين لقيتهم طالعين جبل ادم وبيكبروا والله اكبر الله اكبر. ايه يا جماعه؟ قال لك الجبل ده اللي نزل عليه سيدنا ادم. بيعتقدوا في ذلك. مدى صدقه من صحته انت مش مسؤول عن هذا الموضوع. طالعين، بس هو طالع وفي اعتقاده شيء روحاني، شيء من الزياره المباركه. الجماعه اخواننا المسيحيين طالعين برضه وبيغنوا بالترانيم بتاعتهم، بيقول لك القدم اللي فوق على هذا الصخر الموجود فوق هي قدم القديس توماس اللي جاب المسيحيه لسريلانكا، وهو طلع على هذا الجبل ودي اثر قدمه. البوذيين طالعين برضه بملابسهم الصفراء الالوان بتاعتهم وطالعين يهللوا ويغنوا، وكلهم طالعين مع بعض في شيء من التوائم بصرف النظر عن المضمون. وبيقول لك لا، بوذا جه زار سريلانكا مرتين واثر القدم ده اثر سيدنا بوذا. حتى الهندوس طالعين ويقول لك الاله شيفا اول ما نزل وحط قدمه هنا وهي ده قدم الاله، وكله طالع يغني اغانيه، وكل واحد مدى هي الحقيقه ربنا وحده هو الاعلم بيها، هل هي قدم ادم ولا شيفا ولا القديس توماس ولا بوذا، الله اعلم. الملحوظه الغريبه اللي لاحظتها فوق على القدم، انا استكشفت على الموضوع ده وانا كاتب الكلام ده بالتفصيل في الكتاب بتاعي، وحتى المؤرخين اللي راحوا وحتى ابن بطوطه لما راح سريلانكا قال ايه عن الموضوع ده، وانا تعقبت هذا الموضوع. بالمناسبه في هناك في البلد في نهر اسمه بن توطة ريفر، اهالي البلد ما يعرفوش ابن بطوطه، لكن بن توطة ريفر منسوب الى ابن بطوطه. المهم انا طلعت هذا الجبل وطلعته سيرا على الأقدام، وخلعت حذائي كما فعل ابن بطوطة احتراما لهذا الجبل، وقلت في نفسي يا رب إذا كان هذا الجبل له قدسية ما فتقبله، وإن لم يكن فاغفر لي وأنا لا أقصد أي شيء. وطلعت ولقيت فوق جنب الجبل في مغارة هناك يقال عنها والله أعلم إن دي المغارة أول سيدنا آدم عليه السلام أول ما نزل قعد في هذه المغارة وقعد يبكي ويستعطف ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه. وأنا دخلت في هذه المغارة موجودة فوق، وهي فعلا بتحمي من البرد، وكانت رحلة أنا حسيت بيها بارتياح جميل جدا. شاهي عادل بتقول لك على الناس الأفارقة الطيبين دول اللي قاعدين من غير هدوم وكده، واللي ما وصلت لهمش الديانات السماوية، بتقول لك طب ليه ما حاولتش توصل لهم ان في حاجه اسمها هدوم وتدعوهم الى التوحيد ولك الاجر لانها ارض خصبه لهذا الامر؟ هذا صحيح. انا هقول لسيادتك حاجه، الموضوع ده طرح كتير جدا جدا، والموضوع انا عايز انظر له بكذا منظور. الاول انا ليس بيني وبين هؤلاء الناس لغه، الكلام معاهم كله بالاشاره، والاشاره تكفي لاني مثلا اقول لهم كده عايز اكل او عايز انام او عايز اشرب او انا زعلان او انا فرحان، لكن لا تكفي لتبليغ رساله ولهم لغتهم الخاصه، ولا تكفيني لهذا الموضوع. وانا بعتقد شيء اخر، لو وانا بتعامل مع هؤلاء الناس كراجل مسلم، انا بحس ان هؤلاء الناس اقرب الى الله مني. ما لهاش تعارض في اي حاجه، هذا رجل على الفطره
لا مفيش، اولا مفيش فلوس، مفيش حاجه، مفيش حتى قدامه احتمال الخطيئه بمفهومنا، مش موجود. يعني مش موجود. الراجل ده لم تصل الرساله، فهو يعني من الناجين ان شاء الله. يعني وكل الرسائل السماويه بتقول لك الراجل اللي ما وصلتلوش رساله هيحاسب على ايه؟ مش هيحاسب. يعني انا حاسس ان الراجل ده، ان ربنا اصانه، يعني حفظه في هذا الموضوع، حفظه ويعني للجنه. انا شايف كده، مفيش قدامه الراجل هيذنب في ايه ولا مفيش حاجه، مفيش حاجه يذنب فيها خالص. انا حسيت بضآلة حجمي قدام الناس دول، بالاضافه زي ما قلت لسيادتك انا لا تكفيني اللغه في هذا الموضوع، لكن هذه المحاولات انا حاولتها في بعض المناطق اللي كانت اللغه بتساعدني، وكانت بالمقام الاول لفكره التوحيد. والغريب بقى ان انا وجدت التوحيد موجود، ودي اللي لازم يعني ألمح لها. ارجوك. الراجل بندلين ده الصوره بتاعته هي مش موجوده في النت، هي الصوره على الكتاب. ده الراجل الوحيد، مش عارف الكاميرا في ممكن اللي هو في اقصى الراجل ده ده اخر واحد، ده اخر واحد من قبائل البتاك بعد القبيله كلها ما انقرضت. لو تعمل الزاويه كده شويه يا باشمهندس، كده سنه، لا يعني بص لي كده، ايوه ونقدر ناخدها بالشكل ده عشان بس انعكاس الضوء على صفحه الكتاب. ايوه كده مظبوطه جدا. ده بندلين، الراجل اللي في اقصى اليمين ده اللي بيشاور عليه باشمهندس احمد. ده بندلين، ده اخر واحد كان موجود على الارض من قبيله البتاك، بالتحديد اخر رجل بدائي. في جزء منه طلعوا في المدنيه واندمجوا، وهم دول اللي انا استعنت بيهم في ترجمه اللغه. لكن الراجل البدائي لا يعرف حتى القماش، ولا يعرف حتى الشيء اللي بيستر بيه تحت ده من لحاء الاشجار. واتيحت لي فرصه عن طريق الناس اللي من قبيلته اللي طلعوا في المدنيه واندمجوا وما زالوا يعرفوا هذه اللغه، استعنت بيهم وترجموا لي لقاء مع هذا الراجل. موضوع طويل وانا كاتب عنه فصلين كاملين في الكتاب بتاعي. فالراجل كان من ضمن الاسئله اللي بسالها له كالاتي. طبعا مدى حجم وصول الترجمه ما اقدرش احكم عليه. ايوه. انا المعلومات اللي عندي والكلام ده موجود عندي للناس اللي بتشك، موجود عندي فيديو حي والتصوير حي قدامه، وانا بتلاحظ في اغلب الحالات بضطر اظهر صورتي. انا عارف ان التجربه بتاعتي تجربه مش معتاده، تجربه ممكن يكون فيها شك. مين الراجل؟ يعني زي ما كتبت في مره مجله من المجلات المصريه عنوان جميل، هل هذا الرجل مجنون؟ انا كبير مهندسين في المانيا، انا خريج هندسه في مصر وخريج هندسه في المانيا، وابحاثي واكتشافاتي والمكن اللي انا اسف انا ما اتكلمتش على هذا الجزء عشان انت عارف انا بنيها على اللقاء اللي فات. طبعا الرجل يعني مهندس وفي اعلى درجات وصل لها المهندسين المصريين في الخارج. وليه انجازات كبيره جدا جدا جدا. يعني مش دي الحاجه الرئيس في حياته، ومع ذلك هو اختار هذا الجانب. يعني الراجل يسيب الكلام ده. انا عارف انها تجربه فريده. انا حاولت احقق الحلم بتاع الطفوله اللي كنت بحلمه، وانا بعتقد على فكره طلعت احلام كتيره الناس بيحلموا نفس حلمي. انا طبعا واثق. انا بقول لسيادتك انا واثق، وردود الفعل اللي بتجيني على الايميل بتاعه والموقع بتاعتي حاجات الحلم ده بيساوي. تخيل سيادتك مين ما ساوروش الحلم ان في يوم من الايام اجيب الخريطه واشاور على اي نقطه واروح وابقى قادر على الوصول اليها. هتعوقنا 100 عائقه، تبدا من العوائق الماديه. ده كان توفيق الله سبحانه وتعالى، وده اللي انا استفدته من الهندسه، ان الجانب المادي اتحل في هذه المشكله. عرفت بقى بيشتكوا في البيت ليه؟ طبعا عشان الفلوس مضيعه على لا والله لا، مستورين والحمد لله وخير ربنا كتير. النقطه الثانيه والاهم انا بعتقد الخطيره انك تاخذ هذا القرار، انك تتخلى عن الرفاهيه وتتخلى عن الكلام ده. يعني اولادي عايشين حياه كريمه وبكفل لهم حياه كريمه وانا نفس الشيء، لكن انك تاخد القرار على هذا الموضوع بتحتاج شيء من الجرأه. انا قررت ان احقق الحلم بتاع الطفوله، واقعد قدام الخريطه واقول المكان ده واروح المكان ده واقول المكان ده واروح المكان ده واعيش في وسط الناس. ارجع للنقطه بتاعه بندلين وانا بساله هل تؤمن في وجود اله؟ انا عايز اعرف. الراجل ده الناس دي كانت موجوده بقى لها الاف السنين وبتنقرض. انا قدامي فرصه ذهبيه لن تعوض، وربما لن يرى هذا الرجل احد بعدي. فانا بساله هل تؤمن في وجود اله؟ وكانت المفاجاه او المتوقعه قال لي قلت له عرفت ان في اله منين؟ انا عايز اعرف كيف وصل هذا الانسان بلا ولا اي رساله ولا رساله داوود ولا يعقوب ولا ما فيش حاجه خالص. معزول بقول لك ما يعرفش حتى الهدوم، ما يعرفش اي حاجه في حياتنا خالص. فقال انا بقع في الغابه في مواقف صعبه، في حفره اقع فيها حيوان مفترس تعبان، المخاطر بتاع الغابه. فكل ما اقع في موقف من هذه المواقف الحرجه انادي لهذا الاله
واقول له انقذني. وكل مره كنت اقول له انقذني كان بينقذني. انا الجمله دي. طب من الاول هو عرف منين ان في حد ممكن ينقذه؟ هو ما هي انا الاول انا عايز اوصل لحاجه. فضل. الفطره انا كنت عايز اعرف منه حاجه. الاساتذتنا والناس الاجلاء قالوا لنا ان الايمان بالله شيء فطري. لا، الايمان بخالق. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. بيقول كل مولود يولد على الفطره. نعم. فابواه يهودانه او يمجسانه نعم. او ينصرانه. نعم. يعني الحكايه هي الفطره. وانا ببص للناس دي، الناس دي كلها اللي انا بقول لهم دول على الفطره. الناس دي على الفطره. يعني فانا بقول له الاول هو شايف السماء وشايف البتاع، هو فكره الصانع. هو حتى بيقول لي يعني في بعض الترجمات القوه الكبيره التي صنعت كل هذا. هو شايف قدامه ملامح رهيبه للحياه. في هناك شيء ما صنع هذه الاشياء. في حاجه بتحصل هو ممكن مش واصل لها، ولكن احنا بنسموه الله، هو يسميها الاله، لكن المضمون واحد. هو بيقول لي هذه الاشياء في اله. والدليل بيقول لي انا كل ما بتزنق، يبدو ان الانسان بطبيعته كل ما بيتزنق فعلا بيلجأ الى الله. حتى الانسان الفطري مهما عاند ومهما كابر ومهما وصل لدرجات، بس في اللحظه دي اللي هو ما عندهوش اي خيارات من العالم المادي بيلجأ لقوه خفيه. تعالى شوفني وانا في غابات الاورونوكو بعد رجليا ما اصيبت بالمدد والقيح ومش قادر امشي ومفيش وسائل، انا لازم اطلع مشي ومش قادر امشي ومحبوس في وسط الغابات لوحدي والدموع بتنزل معايا وبتوصل لربنا. يا رب اذا كان في حياتي عمل خير ما، اذا كان في حياه ابي عمل خير ما، يعني ما توقفش، اقف جنبي. حتى كان الدافع بتاعي انا ما عنديش مشكله مع الموت اطلاقا، بالعكس انا بنام في وسط الحشائش وفي وسط الغابات واقول ربي اني اسلمت اليك نفسي. انا اصل في حاجه، يا اؤمن بقضاء الله بان لكل اجل حساب او لا اؤمن. اذا امنت ففعلا فلتتكالب علي كل الاسباب، وتكالبت. انا وقعت في شلالات سومطرة وتعبان الكبرى موجود هنا اللي هو واقع على بطني، وشفت والعصابات في فنزويلا طردتني وكل الوسائل التي تؤدي للموت، وما زلت انا موجود. في اراده الهيه بتتحكم في هذا الموضوع، يا نقتنع بيها يا ما نقتنعش بيها، وانا مقتنع بيها ونعم بالله. فانا بنام في وسط الكلام ده وبقول له يا رب اذا كان معادي جه يعني نفذ، انا ما عنديش اي مشكله. لكن انا حظي في نفسي في هذه اللحظات بنتي الصغيره اللي يعني نفسها يبقى لها اب، فدموع نزلت من عيني وانا كاتب الكلام ده حتى في يعقوب، وانا في الكتاب وانا بكلم نفسي في الكتاب وبقول ماذا فعلت بنفسك يا ابا يعقوب رحماك بتاع ارجع، يعني ليه بتعمل في نفسك كده؟ بس غريزه البحث والاكتشاف والجانب المجهول. وانا بأكرر هنا جمله ثانيه، كل العلم الخاص بالنباتات والادويه الموجوده على وجه الارض حاليا لم يتحرك في 3% من النباتات الموجودة على سطح الأرض. 97% موجودين في الغابات الأدوية بتاعتنا بتتحرك في 3% يا أستاذ معتز. 97% ما حدش يعرف عنهم حاجة. أنا رايح أشوف شوية الحاجات دول وناديت 100 مرة. أنا اتعالجت بالنبات اللي بيعالجني من الملاريا، نوع من الأنواع الأرتميزا اللي موجود هناك، واتعالجت بيه وشفيته وبيعالج من بتاع، وشفت عندي الهنود الحم الليتشة اللي بيدوها للناس بتوع الكلى وبيتعالجوا بيها ودي حضارات بقى لها آلاف السنين. فأنا رايح، أنا غريزة اكتشاف ما هو مختبئ على وجه الأرض مسيطرة عليا سيطرة كاملة، وأنا مش عايز أتخلى عنها، وأنا حاسس إن أنا بأدي رسالات ما وإن كان حجمها بسيط. أنا بحط طوبة، أنا ما بدعيش لنفسي أكتر من حجمي، أنا بحط طوبة في الجدار الإنساني اللي قبل 100,000 واحد حطوا طوب وبعدي برضه أنا بحاول أحط طوبة في هذا الجدار بطريقتي الخاصة. أرجع لبن دليم، عرفت منين اللي قال لي كل ما بقع في حاجه بستغيث بيه فبيغيثني. انا الجمله دي تعني لي حاجه مفهوم اخر خالص. انا تعني لي هذه الجمله هذا الرجل قريب من الله لدرجه كل مره بيدعو الله بيستجيب له. انا شايفها من هذا المنطلق. فانا شايف انا فين من هذا الرجل. يقول لك كل ما اقعد اقول له انقذني بينقذني. قلت له ماشي. بعد الموت في حياه؟ سالته هذا السؤال وكان الجواب الجميل، وانا شخصيا كاتبها في كتابي، انا احترم الانسان اول ما يبدا يقول لا اعلم. يبدا احترام الكبير، لان احنا عندنا مشكله كله بيعلم وكله بيفتي. وهتلاقي واحد تاني بكره بيفتي لي في الغابات وواحد بيفتي لي في الهندسه طب مش كده، قول رايك، ما راي مقبول لكن تقوله بحذر لازم. فالراجل قال لي ما اعرفش في حياه بعد الموت، ما اعرفش. قلت له طيب، واحد بيعمل خير
وواحد بيعمل شهر. الاول لاحظ ان الكلام مترجم من كذا لغه لكذا لغه، مدى وصوله يعني ما اعرفش. فالراجل بيعمل خير والتاني بيعمل شر، الاثنين ماتوا، ينفع الاثنين دول يتساووا؟ قال لي الاول يعني تقصد ايه بالخير وتقصد ايه بالشر؟ مثل مفهوم الخير والشر عندنا غير مفهوم الخير والشر عنده. قلت له راجل طماع اما بيصطاد فريسه بياكلها لوحده، والتاني اما بيصطاد فريسه بيقسمها مع الناس اللي حواليه. انت بتدي له مثل من البيئه المحيطه طبعا عشان تقربه لذهنه. بالظبط. فالاثنين ماتوا، ينفع الاثنين يتساووا؟ قال لي لا ما ينفعوش يتساووا. قلت له طيب الناس اللي بيقولوا، انا بعتبر هذا الكلام اللي انا بقوله هي دعوه، هي دعوه الى الله ودعوه للتوحيد، وان كانت في صفه اسئله، ولا ادي لنفسي ان احط نفسي في مرحله اعلى منه، بالعكس انا في مرحله اقل منه. فقال لي لا ما ينفعش يتساووا. قلت له طب هيحصل ايه في الاثنين دول؟ قال لي الخير، الراجل اللي بيقسم الفريسه بتاعته مع الناس التانيين ده هيروح للاله. قلت له يا ابو الراجل الشرير ده. قال لي ده هيروح للشيطان. الاول هقف عند الجمله دي علشان الناس اللي بتمسك لي على كل كلمه. كلمه شيطان هذه الكلمه التي ترجمت لي بالانجليزيه، هل هو راجل نطقها كلمه شيطان المعروفه بساطان ولا اي لفظ، ولا استعمل ديفل، ولا استعمل اي لغه كده؟ مدى اللفظ اللي هو نطقه بالظبط او تعبيره انا ما اعرفوش، لان ده راجل بيتكلم لغه من لغات الميت الغير حي. لكن الراجل اللي ترجم لي قال لي بيقول لي الراجل ده هيروح للشيطان وده هيروح لله. مدى دقه الترجمه. وبعدين حتى الراجل اللي بينا الانجليزيه بتاعته محدوده جدا، لكن انا بمسك. انت ماسك طرف خيط وبتحاول تجتهد بالظبط على اقصى ما تستطيع، بس لا اكثر من ذلك. وبيننا وبينك وبينك وبين الناس كلها الضمير. ونعم بالله. في النهايه انت بتقول انا اجتهدت ودي النتيجه، وكل الكلام موثق بالصور. انا كل حاجاتي موثقه تماما. ده بيجي لي ناس تقول لي مثلا زي طلبات، وناس اعزاء جدا يقول لي اقفل الصفحه مثلا على النت فيها 125,000، يقول لي فيها بعض الشتايم وفي ناس ما بيعجبهاش الكلام. اقول له انا ما ببصش لده، انا بأدي واجبي وانا مقتنع ان انا اديته الله، وامشي وخلصت. ما تقعدش تشغل بالك، مش عايزك تشغل بالك بيقولوا انت مش راضي ضميرك وراضي ربك. انتهى، كمل كلامك. فالراجل بيقول لي هيروح للشيطان. قلت له هو فيه شيطان؟ انا عايز اعرف، انا عايز افحر كل شويه بفحر. ايوه انت في لحظه تاريخيه فارقه مع طبعا الراجل مش ده هيتكرر تاني، وراجل عنده 60 سنه في هذا العمر، يعتبر سن متقدم جدا جدا لانه ما بيعيشش كتير. قلت له هو في شيطان؟ قال لي اه. قلت له اللي اعرفك اللي فيه شيطان. هنا بقى جات لي مفاجاه زي الصاعقه، بس تملكت نفسي. قال لي انا شفته. قلت له شفته فين؟ وقف بقى شفت الشيطان ده فين وكان اخباره ايه؟ هو راجل، انا بنقل الحوار اللي حدث، والحوار ده موجود بفيديو كامل صحيح لم ينشر بعد، بس موجود عنده، ولو اي حد من الناس اللي طلبوه موجود. فالراجل بيقول انا شفته ازاي؟ قال لي انا كنت اخر النهار يعني الجو بدا يعتم، وبين الحشائش والاشجار كده شفت حاجه سودة بتتحرك. قلت له طيب ومين اللي قال لك ان ده شيطان؟ قال لا انا حسيت ان جسمي وكله بيعمل، وحسيت ان هذا الشيء هو الشيء الممثل للشر ايا كان مفهوم الشر عنده. واعتقد انه كده عرف الشيطان، انه في شيطان. يعني انا عايز اقول فكره الايمان بالله بالفطره انا باكدها هنا، سمعناها من اساتذتنا، انا باكدها من خلال خبرتي الشخصيه، وبحمد ربنا ان اتيحت لي مثل فرصه هذا لتؤكد ايماني بالله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. فكره الخير والشر موجوده عندهم كلهم. الناس دي طيبين ولا بتعاديني ولا حاجه، بس هي بتتوقف عليا وانا رايح لهم. انا لو رايح لهم باجهزه وماكينات وبتاع، انا رايح في بعض الصور اللي موجوده ليا انا في الفيديو وانا دقن طويله وفي ايدي عكاز كده وماشي، وراجل غلبان ولا معايا هدوم، معيش الا حته شنطه صغيره على كتفي وبعمل. فرايح لهم راجل انا هكته حراره خط الاستواء، وانا هكته الرطوبه اللي فوق 95%، والجسم ملتهب وحراره الشمس، واذا كان الناموس اللي عضني ولا التعابين اللي قرصتني والكلام ده، فانا رايح في حاله ضعف. فانا رايح لاي انسان في حاله ضعف واقول له كده اكلني. اي انسان على وجه الارض هياكلني، لكن لو انا رايح له شايل بندقيه طبعا هيقتلني. دي كانت يعني خبره مميزه جدا جدا جدا، وبشكر ربنا انه اتيح لي هذه الفرصه مع مثل هذا الانسان اني اقابله. اللي حصل في افريقيا الوسطى والتتويج اللي بتعتبره فريد من نوعه. طبعا انا قلت لسيادتك
حتى في اول الفيلم فيه انا خدت جوائز وجوائز اختراعات وتكريمات عديده في اماكن مختلفه والاوروبيين كرموني كتير. انا عايش في اوروبا، انا مقيم في اوروبا، انا وزوجتي واولادي بقالنا 30 سنه. فالناس قدروني وخدت تقدير بما فيه الكفايه. لكن تكريم الافواه الجائعه اللي احنا شفناه في البدايه، لا ده لسه يعني، ده غير ده. لا هو موجود، بس موجود هنا يعني جزء بسيط اللي احنا شفناه. لو قدر يعرض الفيلم كخلفيه يبقى شيء جميل قوي. الناس بتسالني انت جاي، انا رايح كفرد لوحدي، ولا معايا شركه ولا معايا مؤسسه ولا انا رايح بتاع ولا رعاة ولا رعاة، وانا لا اقبل التبرعات. الاول بالنسبه للناس اللي حتى في المشاريع الانسانيه انا لا اقبل التبرعات. انا ما اعمله اقوم به بنفسي تماما. في حاجات تانية انا بفكر دلوقتي نعملها لبعض المساعدات في بعض الناس، وبشترك في مساعدات تانية ناس اخواننا بينظموها. مصر طبعا يا شهاب، طبعا عملت. وهقول لسيادتك هنتطرق مصر موضوع كبير وهنتطرق له بعد كده، مهم جدا، هنتطرق له بعد كده. والناس اخواننا المصابين بتوع الثوره اللي كانوا عندي في بيتي في مدينه إنسبروك في غرب النمسا، لو سمعنا دلوقتي الباشمهندس محسن، اخواني الحبايبي، اخواني يقدروا ياكدوا لك ان فعلا عارف الجزء ده، بس انا ما رضيتش اتعرض له لما حضرتك تتكلم. علاقتنا، وانا انا لا اركب على احد ولا ابغي بها احد ولا اعمل اي حاجه، ومش انا لوحدي، ده انا واحد من مجموعات، بس انا قمت بدوري. ومظاهراتي اللي كانت موجوده في اوروبا ما زالت يعني قمت بدور صغير من ضمن كل الادوار. انا ما احبش اديله تضخيم ولا اديله، لان ظهرت في الفتره الاخيره فعلا كل واحد بيركب الموجه وكل واحد يقول لك انا عملت، مع احترامي وتقديري. انا مش عايز اتعرض للموضوع. ان الناس بيسالوني انت بتعمل الكلام ده ليه، ولا يعني جاي بتاع هذا الورد اللي حطوه على راسه قعدوا يعملوه على راسي. هذه المناطق مجاعه، وجايبين في الاخر بعدها سيادتك هتشوف في اللقطات اللي بعدها دلوقتي، وهم قعدوا ما اعرفش جابوا لي طبق الفاكهه ده منين وجايبوه لي كهديه في مقابل الهدايا. بالمناسبه الفاكهه والحاجات دي انت هتلاحظ سيادتك حاجه في الافلام دي، ان في ناس متحضره جدا. انا جايب معايا من مدينه بنجي من العاصمه، جايب معايا من العاصمه حوالي 10 ستات وناس جايين متبرعين معايا يساعدوني في هذا المشروع الانساني. هم دول اللي بيبقوا واقفين حواليا، ومنهم الست ماما جاكي اللي بنسموها ماما جاكي، الست الجميله اللي قلبها يساعد الدنيا. النساء بيقولوا لي متشكرين وجايبين لي طبعا الفواكه اديتها لهم تاني، ده شيء طبيعي. لكن هذا الورد اللي حطوه على راسي انا لم اجد تقدير في حياتي، تقدير انساني من ناس قدروني في الموضوع ده، وهم عارفين ان انا تاني يوم همشي وبتاع. وبعدها ده اداني الدافع في ان اواصل المسيره في هذا العمل الخيري، وهو عمل بسيط متواضع اقوم به، و يعني ان شاء الله ربنا يتقبل. طيب في رساله بس يعني اثارت رغبتي في الرد. مع محمد الخطيب بيقول مع احترامي للاستاذ احمد يا استاذ معتز، قول له ما نجيش ننام قدام قطر ونقول ان الاجل دنا خلاص. متفق. بيحكي على الموقف اللي حضرتك تعرضت ده له. لابد ارد عليه، ده اكيد. انا ده محتاج رد. انا والله كان نفسي بس اتفضل. لا ده محتاج رد فعلا. ده مهم جدا عشان الحالات بس ما تتشابهش. انا لا اضع نفسي امام القطر، وانا اخد بالاسباب. وبعدين في حاجه لازم نقولها الاول، الموطن الطبيعي للإنسان أما ربنا خلق الأرض كانت مكسية بالغابات. ربنا ما خلق الإنسان وآدم هذه الغابات الاستوائية، هذا كان مكان سكن الإنسان الطبيعي، فيها من الأكل والثمار ولا يوجد فيها مجاعات. الناس المجاعات دي كلها خارج الغابات. الغابات فيها كل الخيرات. أنت لو شميت ريحة المانجا في الغابات اللي بتشمها على بعد 3 كيلو متر، ما في أنا كاتب في كتابي وأطيب الثمار ما كان بريا ولم يزرعه بشر. هذا المنطقة منطقة مألوفة، هي بتحتاج حاجة واحدة بس، بتحتاج شيء من أنا لا أرمي نفسي إلى التهلكة. أنا باخد بأسبابي وأسباب العلم وبستعمل العقل اللي ربنا اداهولي. وأنا لما بروح من المدنية ما بدخلش الغابة على طول، وإلا هموت تاني يوم. طبعا. أنا بدي فترة زمنية حتى جسمي وروحي تتعود، وباخد بالأسباب وعارف إيه النباتات السامة وعارف إيه اللي مش سام، وبتعامل وبحترس بحياتي. بس هي الأساس فيها حاجة واحدة، هو لو واحد تاني عمل الموضوع ده فعلا هيموت. انا بعتقد الموضوع ده محتاج الاول عهد وميثاق بينك وبين نفسك. انا هقول لسيادتك مثال بسيط. في مثل الماني بيقول لك الخوف يجلب المخاطر. الخوف. وافتكر سيادتك الميدان الكبير اللي في وسطه عمود نور، والراجل اللي بيتعلم العجله وعايز ما يخبطش في العمود والنور، طول الوقت هيحاول ويلاقي عمود النور وكانه بيجذبه اليه.
عشان تعمل هذه التجربه اولا محتاج حاجتين. شيء من الصلح مع النفس اولا، شيء مع الصلح مع الطبيعه، انك تنظر للتعبان على انه كائن حي له احقيه الحياه وليس عبدا لك حقك تقتله في اي لحظه، حتى لو كان ساما فهو يمثل دور في هذه المنظومه الطبيعيه. لو تعاملت بهذا القدر من الحب لهذه الطبيعه ولهذه الاشجار ولهذه الحيوانات، وانت صرت واحد من هذه المنظومه، هتفاجئ فعلا بان المنظومه نفسها هي اللي بتراعيك. وده زي ما قلت لسيادتك، انا زي ما مرضت هناك الناس عالجوني وانا بعيش هناك حياه فيها كم من الحريه والاستمتاع اكتر من اللي انا بلاقيه في المدنيه. هذا ليس القاء للتهلكه، لان انا بستعمل العقل. انا لا بروح الاسد ولا بستفزه، بالعكس انا بشوف حيوان كبير انا ببعد عن طريقه. هي شيء من الألفة، بس هذا الجانب الغير مكتشف. بس التآلف النفسي، المرحلة النفسية التي، ولذلك في بعض الإخوة بيقولوا لي هذا شيء من الصوفية، إنك بتسلم نفسك إلى الله وبتؤمن بالقضاء والقدر وبأخذ بالأسباب كلها. أنا بأخذ الأسباب، لا تعني إن أنا أخذ بندقية عشان أقتل الحيوان. بالعكس، احنا اكتشفنا في مصر خصوصا ان السلم اقوى من البندقيه. صح. ان التاني الحيوان بانيابه السامه مش هيقتلني وما قتلنيش وانا موجود. ثوره 25 يناير وال18 يوم ابرز مثال وتاكيد. لو ليا ان انا اضيف لاستاذ احمد اللي ارسل هذا السؤال، ان الحكايه في النهايه ان الوصول للعلم والحكمه كمان ليه ثمن. الله. لازم تدفعه، وان الامر حسم بحديث المصطفى برضو صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن هاجر إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته هاجر إليه. في النهاية أنت بتخطو الخطوة وأنت تبيت نية ما وعليها ستحاسب. ها؟ انما اللي بيلقي بنفسه بتهلكه هو بيروح لهذه الخطوه وهو في نيته انه رايح للتهلكه عشان يبقى رايح لتهلكه، فربنا يديله على اي قد نيه التهلكه. فعندما تضع الامور في الاطار ده اعتقد ان حضرتك ستصل الاجابه الصحيحه. اسمح لي بجمله بسيطه لو تكرمت. وانا الجمله دي انا ما كتبت لمحت لها في الكتاب وما ذكرتهاش، ويمكن يعني بذكرها بصراحه. انا ساعه ما كنت بغرق في شلالات سومطرة وشربت الميه وراسي اتخبطت في الصخر والكلام ده وشربت الماء، انا الاول انا راجل مهندس، يعني ماليش في الاشياء، انا راجل منطقي وعقلاني في حياتي. وانا في وسط هذه الاشياء لقيت راجل جنبي قصير الحجم وبيمدي لي ايده كده في وسط هذه ميه الشلالات. ده اخر لحظه، وبعدها انا اغمى عليا ولم افاجئ بعد ذلك الا وانا بره والناس بيضغطوا على بطني والميه بتطلع مني وبسترد الحياه تاني. انا حاسس ان ربنا ليه اراده في هذا الموضوع، وهو انا بعمل الموضوع ده بقالي 20 سنه ومش لسه بعمله جديد لحد دلوقتي، وعملته وانا في صحه جيده، وعملته وانا مريض وتعبت في الغابات الاستوائيه وعييت في الغابات الاستوائيه، وربنا كان ليه اراده في ذلك. انا باخد بخبراتي وبعلمي وبكل الاسباب المتاحه لي، وبترك فعلا بعد كده ده بقى اسمه اتوكل على الله وليس فيه يعني انا باخد بالاسباب اولا. اخيرا خلينا نتكلم عن مشاركتك في مظاهرات الشعب الاوكراني ومع شباب مولديفيا. نعم. وطبعا في ثوره 25 يناير، والمشهد جدير بعمل مقارنه او ابرز هذه المشاهد كختام لدوله ما زالت تعيش في الثوره وبتدفع ثمنها لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. نعم. هو انا احب المستضعفين في الارض، واذا الله في موقف ما اعطاني قوه جسديه او قوه ماديه او اي نوع من انواع القوه، انا بحس ان انا مسؤول، اني بقى في فرض عليا ان اقدم المساعده للمستضعفين في اي حجم. انا لست لي مشاريع كبيره، انا حاله بسيطه، فرد بيقدم، وقلت زي ما قلت لسيادتك انا لا اخجل من فعل القليل لان العدم اقل منه. انا بأضع في كل طوب احس ان انا واجب فيه اضع ولو حجره واحده، اذا قدرت احط حجرين يبقى كويس، اذا ما قدرتش يبقى حجر برضه احسن من ما فيش. فانا اوكرانيا كان لها وضع جميل جدا قبل ما ندخلوا في الثوره الجميله الثوره المصريه، وفي فيديو موجود في النت وانا في تلفزيون مولدافيا وبتكلم عن الثوره المصريه الجميله، وبيسالوني والناس عايزين يتعلموا مننا وبيسالوني على الكلام ده. اوكرانيا ليها فيها تجربه مميزه جدا. اوكرانيا كلنا عارفين الثوره البرتقاليه اللي هزت العالم كلها بسلميتها، والناس نزلوا بالشربات البرتقاليه في الشارع والنظام اللي عندهم تهاوى. لكن انا حبيت اروح هناك، انا خايف طبعا على مصر
وبتمنى كل الخير من قلبي زي اي واحد مصري، والغربه زودت الحنين اكتر من ذلك. فانا عايز اروح، انا اؤمن دايما بخبرات الاخرين، فنشوفوا ثوره حصل لها الطريق اللي ده قبلنا، واروح واكلم الناس وانا في شوارع كييف، والناس عارفين بتوع كييف واصحابي الاوكرانيين، وانا واقف معاهم وبهتف معاهم وبناصر الثوره بتاعتهم، والفيديوهات بتاعتهم بنشرها في اوروبا وببعتها لاصدقائي في كل دول العالم مسانده لهم. الثوره البرتقاليه نجحت واسقطت النظام، ولكن حاليا اوكرانيا رجعت شيوعيه اكثر من الاول. باختصار الفلول سيطروا مرة أخرى على أوكرانيا. أسأل الله أن لا يحدث ذلك في مصر. الثورة الأوكرانية ثورة سرقت تماما، والثورات تسرق، واللي يروح أوكرانيا ويسأل يشوف الست زعيمة الثورة حاليا في السجن، والتاني واللي راجع النظام أقوى مما سال. أنا رايح أكلم الناس وأعرف منهم إزاي تعملوا إيه، وسألتهم هل أنتم قادرين على القيام بثورة أخرى بعد ما اتسرقت الثوره بتاعتكم؟ ورد المحزن اللي كل الاوكرانيين اجمعوا عليه اجماع كامل، احزنني وبقيت مش عايز اصدقه. واللقاءات بتاعتي اللي موجوده في التلفزيونات هناك بتكلم فيها في الموضوع ده، قلت لهم اتمنى ان انتم برغم ذلك تفعلوا خير. قال لك ما عدناش قادرين على فعل ثورات اخرى، استنفذت طاقتهم في الثوره الاولى لدرجه بعد ما سرقت ما بقوش قادرين خلاص. انا بنبه اخواننا المصريين، حافظوا على الثوره بتاعتكم، الشباب دول. هل تشعر بأن الثورة تسرق في مصر؟ كلمني دايركت. أنا هقول لسيادتك حاجة، أنا راجل يوقفني رجال المطار كل مرة وأنا جاي. المكان الوحيد الذي أنا مهدد فيه هو مطار القاهرة على وجه الأرض كلها. شيء يقطع قلبي وأنا جاي أول لازم يوقفوني كل شوية. واتصلت بسيادة القنصل سمعني دلوقتي، واتصلت بالبتاع، يا جماعة قولوا لي أنا عملت، قولوا لي أنا إنسان غير مرغوب فيا وما عادش شاكي، قولوا لي مش عايزينك، قولوا لي أنت مش مصري، اعملوا أي حاجة. لكن هو لازم يوقفك ويقول اصل في تشابه اسماء، اصل مش عارف ايه، واصل حصل. ده انا بقالي 30 سنه بيتعامل معايا الموضوع ده، 30 سنه مش قادرين تكتشفوا هذه الغلطه. يا عالم وسعقت اكتر من مره في المطار مفيش فرق، وهم سامعيني دلوقتي. وبقول لسيادتك بعدها ولا حياه في ايات الثوره قال لك كل شيء انتهى. قالوا لي لا يا باشمهندس الموضوع انتهى خلاص والبتاع. هم التانيين كانوا عايزين يبينوا اليد العليا. انا جاي المره دي لسه يوم 7، وفي اتصال من القنصل صديقنا في النمسا، واتصل بيهم قال لهم الراجل هيصل يوم كذا الساعه كذا. عاملوا الراجل ده معامله حلوه، اذا كان في جريمه قولوها، اذا عايزين تحاكموه حاكموه. لكن ما كل مره ابقى داخل مع اولادي وزوجتي وفي المطار لحد يومنا هذا وعايز ما اخافش ان الثوره سرقت. حتى اليوم انا لسه جاي يوم 23 اللي فات، 23/12 انا جاي يوم 23 واصل الساعه 7 بالليل، ونفس الاخ بتاع المطار او نفس المجموعه والله مش عارف دقيقه وتقف ولازم مش عارف ايه. انا باجي انا وزوجتي واولادي، يدخلوا زوجتي واولادي ويقولوا لي انت استنى شويه. وكل اوروبا وكل العالم لهم بيرفعوا له البرنيطه ويسقفوا له انت شايف في افريقيا والتكريم، وتقول لي ما اخافش على الثوره. انا خايف على الثوره، انا خايف عليها، وخاف من الثوره اما واحد يطلع في التلفزيون ويقول شويه العيال دول مش عيال. لا، العيال دي اللي حركت اللي احنا ما قدرنا. انا في المظاهرات بتاعتي اللي عملتها في فيسبوك وعملتها قبل النظام ما يسقط، مش انا لوحدي، انا واصدقائي عشان ما انقذهمش حقهم، وبنادي هناك في وسط جبال القلب وبالنادي الكلام ده. انا بقول هؤلاء الشباب نجحوا فيما لم ننجح نحن فيه. احنا المجموعه التي هربت من مصر ما قدرناش على المواجهه. دول مش شويه عيال باخطائهم، حتى باخطائهم. وانت عايز اعمل عمل كبير بالبتاع ده ما يكونش فيه اخطاء؟ انا خايف على مصر، خايف عليها وقلبي بيتقطع عليها، خايف وقاعد براقب بعناية. ورحت اوكرانيا، والله انا رايح اوكرانيا مخصوص ادرس الثوره الاوكرانيه واعمل الكلام ده واتكلم مع الناس. نشوف ايه الاخطاء اللي وقعوا فيها وما نقعش فيها. ربنا يستر، ربنا يستر. هو في حاجه طول ما الشباب المصريين، انا بوجهها من هنا بكل صراحه وعلانيه، طول ما الشباب المصريين بينزلوا ويقولوا لا، وطول ما في واحد زي او زي اي واحد تاني بينده ويقول لا، لا للظلم، لا للعنف، لا للاستبداد، لا للمعامله. انا كاتب في كتابي اما رحت تونس لقيت في مطار منستير كاتبين اهلا باولاد مصر العائدين بالخارج. كتبتها وقلت لهم اكتبوها في مطار مصر ولو على سبيل النفاق. هم مستهينين بحجم المصريين اللي في الخارج، كل واحد فيهم في عينات مصريه في الخارج يعني تنزل لها القبعات، كلهم ناس محترمين وكلهم مستعدين. هو مش محتاج الا حاجه واحده بس، وقف في المطار شويه ناس يعاملوه معامله كويسه.
احنا حتى يومنا هذا فشلوا هذا مطار القاهره الدولي، وانا بكررها، وكل واحد داخل. انا كنت افتكرت ان الموضوع انتهى، الموضوع ما انتهاش. ليه توقفني؟ ليه تدخل مراتي ابني اسمه يعقوب الشهاوي ومراتي اسمها روزا الشهاوي، تدخلها وتوقف احمد الشهاوي باي حق؟ عشان من اصل مصري؟ يعني هل التانيين مش من اصل مصري لانهم مولودين بره، لكن اللي من اصل مصر اعاقب؟ ومعلش وصل 5 دقائق وتشابه الاسماء والكمبيوتر. كمبيوتر ايه ملعونه هذا الكمبيوتر اللي ذلنا هذه السنين. اجهزه مخابرات، المخابرات تروح تتجهز تشوف اعداء الدوله ولا مين اللي بيعملوا الدسائس ولا بتاع الناس المحترمين. انت توقفني في لو بتوقف كل الناس اقول لك ماشي، لكن توقفنا انا ليه؟ تشابه اسماء ايه التهريج ده؟ فاكرين يعني الناس خلاص بقت بالسخافات الى هذا الحد. فانا خايف على البلد. انا المشكله دي انا مجي الحته اللي بيوقفوني بقى اتعودت عليها. لكن البلد يتخاف عليها، البلد فيها حاجات حلوه كتير، والبلد عيون الدنيا كلها عليها، والعالم كلها كانت متعاطفه معانا. انا شفت في اوروبا وشفت الجمال والناس بيسقفوا لنا، والناس احنا في الشوارع في مدينه انسبروك في غرب النمسا على حدود سويسرا في وسط جبال الألب. انا مش عايش، انا بيني وبين العاصمه 600 كيلومتر في وسط جبال، واحنا بنطبع التيشيرتات يسقط الدكتاتور، ايجيبت تنهض بالسفردين، مصر تستحق افضل من ذلك، وبنوزعها على العربيات وبنوزع البادجات على كل النمساويين. علقوا البتاع كلهم بقى يعلقوا بفخر، بيقولوا احنا معاكم بقلبنا وبروحنا معاكم. ورئيس النمسا تقول ايه لطنطاوي؟ المشير طنطاوي اقول له اظهر لنا في العلن. انا اسمح لي بجمله بسيطه. انا سامح لك بكل الجمل. انا اذا كان في انسان قصادي وبيعاديني بيحدفني بالطوب بيهاجمني وانا قتلته ربما اتفهم. في اللحظه الذي يقع هذا الانسان على الارض قدامي وغير قادر على الحركه، كل قوانين العالم وكل العرف وكل الاديان تمنع لمسه منذ هذه اللحظه. هؤلاء الناس اللي وقعوا على الارض وانضربوا، انا عايز اعرف العسكري اللي كان بيدوس بالبياده على ده، انا عايز اعرف الراجل ده مين؟ الراجل ده مين؟ قولوا لنا، اكتشفوا لنا. مش انتوا عندكم اجهزه المخابرات اللي بتوقفنا في المطار كل شويه؟ استعمل اجهزه المخابرات بالصوره وبين لي هذا الرجل مين، وعايز اشوفه في المحاكمه. الراجل اللي بيشد وبيخلع مع احترامي مش صوره واضحه وصريحه. انا عارف ان البلد فيها مخربين وفي ناس عايزه تبوظ البلد، انا ولا اثير فتنه ولا عايزين اي حاجه. احنا عايزين الراجل ده هو مين بكره، يطلع لنا بكره ويقول لنا من هو هذا الرجل اللي بيدوس على راجل نايم على الارض بالبياده على بطنه، والراجل ده يتحاكم بشرع الله ورسوله او بحكم القوانين او زي اي واحد مذنب. بس ده اللي احنا عايزينه منه. وبعدها تاني يوم انا هسقف له قدام العالم كلها، وانا اشك في ان ذلك سيحدث. انا عايزها في العلن، انقاذا للناس المحروقه كلها على هذه المناظر، يريح الناس. ايه المشكله؟ هذا الجندي اسمه فلان الفلاني ومقدم للمحكمه، بس وانتهى الموضوع، ونقول له متشكرين جدا. يا ريت تسال باشمهندس على عمل ايه في الجهاز اللابتوب اللي اتسرق منه في مصيف بلطيم، راح ما رجعش، واللي كان عليه معلومات وصور عن الرحلات، وقلبت الدنيا عليهم وعرضت عليهم 20,000 جنيه مكافاه للي يجيبه. عرضت عليهم في الداخليه في البوليس كلمتين واستنوا عارفين انا شويه وهسافر وانتهى الموضوع. اختم معاك بقى، لان احنا تجاوزنا كل الاوقات وكل الحكايات، ولكن الناس حابه جدا كانت هذه السهره، واضح من ردود افعالهم. اكلي لحوم البشر ما زالوا يعيشون بيننا على هذه الارض. الاول الجملتين دول عملوا ضجه كبيره جدا المره اللي فاتت والناس فهمتها غلط. انا باؤكد حتى يومنا هذا انا لم اعيش مع اكلي لحوم البشر، انا كنت في الطريق اليهم وقررت ان اذهب اليهم، وقبل ما اوصل اليهم بمرحله بسيطه عرفت اننا بالنسبه للاخ اللي بيقول لي القاء للتهلكه، انا حسيت هنا بقى ان انا بألقي نفسي للتهلكه. فقلت لا عشان اولادي، فتراجعت، وخصوصا حكايه الفيديو والناس اللي دخلوا اكلوهم هناك. المعلومات اللي عندي بتؤكد، انا لا ادعي امتلاك العلم كله، انا بقول لك المعلومات اللي عندي من خبراتي ومن اتصالاتي والكلام ده، ان هذه المجموعه لا يوجد اكلي لحوم بشر يعني ايه، مالناش دعوه بالحالات الفرديه ولا الناس المخبولين ولا الكلام ده، ماليش دعوه انا بالموضوع. الناس القبائل اللي عايشه في الغابات اللي بتاكل لحوم البشر، معلوماتي لا يوجدوا في منطقه على وجه الارض الا في منطقه واحده، هي جزيره
إريان جايا في أقصى شرق إندونيسيا، يعيشون في الغابات اللي هناك، وليست جزيرة بابوا نوي جوانية زي الناس ما بيقولون اللي أنا ما قلتوش. في قبيلة إريان جايا في أقصى جزيرة في أقصى شرق إندونيسيا. هي دي المعلومات اللي عندي، بتقول لك ما زال يعيش قلة قليلة هناك. وبعدين دلوقتي قال لك ما عادوش بياكلوا، الناس اللي منهم ما بياكلوش إلا ما يسمى بالأعداء. يعني يقال اي حد داخل عليهم. زي الجماعه الهولنديين اللي راحوا اللي حكيت لسيادتك عليهم وشووهم وبتاع. المعلومات دي وصلتني انا في لحظه من الانفعال، قررت ان اروح لهم. وبعد ما وصلت الجزيره والكلام ده وكل الناس قالوا لي حذروني، ومن هنا جت معلوماتي. قالوا لي اللي بيخش عند الناس دول ما بيطلعش. فبوافق الاخ اللي نصحني. انا حسيت ان هنا انا تعديت حدودي، وقلت لا، هنا الجبن يعني مطلوب في مثل هذه اللحظه. ولميت حاجتي ورجعت تاني، ورجعت لاولادي مره اخرى. باشمهندس احمد الشهاوي ابن بطوطه المصري، نورت محطه مصر واسعدتنا للمره الثانيه في تشريفك لهذا البرنامج. وحقيقه مصدر سعادتي ان حرصك، وبشكرك على ده، وحبيت اجلها اشكرك على الهوا، حرصك على الاتصال بينا. وقلت لك ساعتها ان انا والله كنت منتظرك وكنت متاكد ان ربنا هيحققها لنا. بشكرك على هذا اللقاء القيم، وبشكرك على لحظات متعه نفتقدها كثيرا في هذه الايام الاخيره، فقد احاطت الهموم من كل صوب وحدب. اسمح لي بجمله بسيطه. اتفضل. اسمح لي اهنئ اخواتي المسيحيين في اي مكان في العالم باعياد الميلاد الكاثوليكيه، اخواني المسيحيين الانجيليه والمرقسيه طبعا. لحد ما تيجي اعيادنا الارثوذكسيه. تحياتي، وربنا يعيدها اعياد جميله على الجميع وعلى مصر. ويا رب يا رب مصر تلاقي طريقها وترجع للمكانه بتاعتها. مصر بلد جميله وجميله قوي، والله العظيم انها احب بلاد الارض الى قلبي برغم مطار القاهره الدولي. هترجع باذن الله، واوعدك ان لقائنا اللي جاي البسمه هتكون من هنا لهنا، وقد حققناها. وقلتها بكذا شكل، اقولها لك بالاشكال. مصر هتتغيري، يعني هتتغيري باذن الله. حطيناكي في دماغنا ومش راجعين لما تتغيري ان شاء الله. وستكتمل الثوره شاء من شاء وابى من ابى. واخيرا زي ما الشباب قالوا لي امبارح في رساله بليغه جدا جدا جدا، احنا جيل البلاي ستيشن، اللي عارف ان اللعبه والاتاري، وعارف ان الوحش لازم يموت 100 مره، وبيموت 100 مره ومنزهقش. لما حتى اللعبه بتبوظ بنرجع نلعبها من الاول لحد ما تصل لنهايتها. رساله مش ليك، يمكن لاخرين. باشمهندس احمد الشهاوي، نورتنا ونورت محطه مصر. الله يخليك. شكرا. بشكر حضراتكم وبستمحكم عذرا على هذه الاطاله في هذه الليله، ولكن اعتقد الرجل يستحق غدا موعد جديد وحكايات جديده. حتى حين هذا الموعد خليكم كلكم فاكرين انه طالما بقي في العمر بقيه، باذن الله ستبقى محطه مصر سكتنا ليكم. الى اللقاء.